ده هو كبني، واحد غلبان قاعد في منطقة قروية عايش مع عيلة بنته عشان امه وابوه رموه، وبيكون بيزرع زي كل يوم، وبيلاقي الواد اللي عايش عندها بيروح له ويفضل يهزق فيه، يقول له في ضيف من طوكيو جاي لغاية عندنا، ما تقدرش تشوف خلقتك في البيت النهارده. كبني بيقول له حاضر، ما يعرفش يتكلم معاه. وفي نفس الوقت الضيف اللي جاي من طوكيو بيجي فعلا لغاية المنطقة دي، ولكن العربية بتاعته بتبوظ، فعشان كده بيقف في نص الطريق. ولكن الولية اللي بتربي كبني بتوصل عنده وتقول له انت المحقق اللي جاي من طوكيو ولا ايه؟ هو يقول لها ايوه. هي تقول له طب تعالى بقى اركب معايا العربية وهقول لك كل حاجة. تقول له انا جايبك تحقق عشان حاجه واحده بس، كل فتره بلاقي الحيوانات بتاعتنا ميته وميتين موته غريبه جدا، بيطلع مصارين من احشائهم وساعات منهم بيكونوا لسه عايشين مع ذلك، فانا عايزك تحقق في الموضوع ده. هو يقول لها ماشي ما عنديش مانع. وفي الاخر بيوصل عند بيت الوليه وبتدي له مشروب، وهو مستني المشروب بيلاقي كامل من بعيد. المحقق سلم على كامل يقول له اشتا يا معلم بتعمل ايه هنا؟ ولكن كامل بينحني له بس احتراما ليه، وبعدها بيكمل الشغل. المحقق بعدها بيروح للوليه عشان تكمل بقيه كلامها، ولكن تقول له روح استريح وبقول لك بعدين. وفي نص الليل بيروح ينبع ساخن وبيستريح فيه، وهو في الينبوع الساخن بيجي له احدى الاطفال، وطلع الطفل ده ابن صاحبه البيت. بيحصل ظهره ويقول له عايز اتكلم معاك شويه. يفضل يتكلم مع طوكيو يقول له طوكيو جميله ولا ايه، والواد ده طلع عايز يقرب منه على امل اللي هو شغاله مع محقق ويسفره مع طوكيو. وبيروح يكلم الوليه اللي في البيت يقول لها عايزك تجيبي لي واحد يحقق معايا في الموضوع ده. هي تقول له ابني موجود اهو. هو يقول لها لا هاتي لي الواد المزارع اللي عندكم. هي تقول له ماشي. وداني مع طول بتقابل كمني وتقول له خد الهدوم دي، عايزك تروح تستحمى بدل ريحتك المعفنه دي، مش عارف بالظبط هو عايزك ليه. وفعلا كمني بياخد بعضه ويروح يستحمى، وفي الاخر بيروح يقابل المحقق ومعاه شويه اكل وبيديله الاكل ده. كمني بعد ما يديله الاكل بياخد بعضه ويمشي، ولكن المحقق بيقول له يا عم اهدى شويه مالك في ايه، اقعد معاه شويه. ولكن كمني بيقول له ريحتي معفنه جدا ومحدش بيديني اقعد جنبه من سبب ريحتي المعفنه دي، فانا مش عايز ازعجك. ولكن يقول لي مش بهتم بالحاجات دي اقعد بس. وفعلا كمني بيقعد معاه. كمني بعدها بيساله سؤال يقول له انت جاي تحقق على الحيوانات الميته اللي هنا؟ المحقق يستغرب ويقول له ازاي عرفت يعني، مع ان صاحبه البيت هي الوحيده اللي عارفه وقالت لي ما قالش لاي حد. هي تقول له فعلا هي اللي عارفه الوحيده، ولكن انا عارف انا كمان عشان انا لميت الجثث، هي اللي خلتني الم الجثث. المحقق يقول له ماشي هات لي المعلومات اللي عندك. كمني فعلا بيوافق وبيديله كل المعلومات اللي يعرفها، ويقول له اول ما الحيوانات بتموت بلاحظ ان يوميها بتكون القمر مكتمل، فده السبب الكبير اللي اعرفه. المحقق بيفرح جدا ويمسك ايده ويشكره، يقول له الخبر انت اديتهولي ده هيساعدني جدا في التحقيق. وتاني يوم على طول كامل بيكمل شغله، بيروح ينظف المجاري، ولكن المحقق بيروح يساعده. صاحبه البيت بتروح تزعله وتقول له ده بتعمل ايه؟ عايزك تحقق في الموضوع، وكمان بتساعد الواد ده ليه بالظبط؟ هو يقول لي انا هحقق في الموضوع فعلا بس مستني كام يوم كده، ولغايه اما الكام يوم دول يعدوا هساعد الواد ده. وفعلا المحقق بيكمل في مساعده كبني، حتى بيساعده في الزراعه وكل حاجه. وفي اخر يوم بعد ما ساعده في كل حاجه بيبدا يستريح على الارض. المحقق وقاعد على الارض بيساله سؤال يقول له السلسله انت لابسها دي ايه بالظبط؟ كبني يقول له ما اعرفش السلسله دي اصلا ايه، بس اللي عارفه من صاحبه البيت اللي هي لقتني معايا السلسله دي، فعشان كده ثبتها لي طول عمري. هو بعدها بياخد السلسله عشان يشوفها. المحقق لما يشوفها يتصدم، يقول اكيد ما فيش الا غيرها، هي حجر الحياه، وما فيش اي حد حرفيا في العالم ده مع الاحجار دي، والحجر ده ليه كذا نسخه، في حجر الموت وفي احجار تانية كتير. فالخلاصه يعني الحجر ده بيمدك بطاقه مرعبه جدا، ما حدش يتصور الطاقه دي كلها. عمر يا ابني امك وابوك ينموك ومدينك الحجر ده. المحقق بعدها يقول انا عايز اقابلك في نص الليل النهارده عشان النهارده القمر هيكتمل، واول ما القمر يكتمل هيحصل الحوادث بتاعه الحيوانات. كابني بيوافق يقول له ماشي هقابلك النهارده. وفعلا في نص الليل بينزل عشان يستناه، ولكن هو قاعد مستناه بيلاقي الواد اللي عمال يتنمر عليه على طول اللي هو اسمه ياترو. يقول له انت عمال تقرب من بتاع طوكيو عشان انا بحبه يعني ولا ايه؟ وانت عمال تستغل الموضوع ده عشان تقرب منه وتنتقم مني، لولا امي والولايه ما كنتش عايش هنا اصلا، امك وابوك كرهوك فعشان كده رموك. كابني بيتعصب منه ويقول له امي وابويا مش رموني، امي وابويا تركوني عشان حاجه. ياترو بيتعصب منه وبيشد السلسله من رقبته عشان يقطعها، ولكن كابني بيديله بوكس بيجيبه الارض، وبرده السلسله بتاعته بتتقطع وبتترمي على الارض. ولكن الصدمه اول لما بيتشال منه السلسله بيتحول لشيطان وبيحس ان هو عايز يقتل ياترو، ولكن بعدين مسك السلسله بتاعته على طول ومره واحده الشيطان يتحول ليه بيختفي. كابني بعدها بياخد بعضه في جنب يقعد مع نفسه، وفي نفس الوقت ده المحقق بيوصل عنده يقول له مالك يا ابني في ايه؟ كابني بيكون قاعد مع نفسه زعلان وبيقول للمحقق انا الوحش، انا اللي كنت بقتل الوحش دي من غصب عني، انا لقيت نفسي اتحولت لشيطان مرعب وما عرفتش اتحكم بنفسي. المحقق بعدها بيتكلموا كلام غريب يقول له ده انا عايز اوريك حاجه معينه، لا مؤاخذه بس هوريك مؤخرتي. ولكن كابني اصلا ما بيردش عليه، ولكن مع ذلك الراجل بيقلع البنطلون وبنكتشف ان هو عنده ديل. يقول له الديل ده عشان انا مش بشري، هحكي لك قصه العالم ده كله بقى. يقول له من الاف السنين كان في كائنات اسمها الكيمونو كانت عايشه في سلام مع البشر، ولكن الكيمونو ده كان عندها قوه جباره بطريقه غير طبيعيه، ومن كتر قوتها كانت بتعيش مع البشر عادي وكل حاجه، ولكن كانت قويه جدا. ولكن بعد مرور شويه زمن بدأ الكيمونو دي تختلط بالبشر اكتر واكتر، لدرجه ان الكيمونو اظهروا وشهم الحقيقي لبعض البشر واتجوزوا بعض وخلفوا كيمونو وبشري في نفس الوقت. ويقول ده هو انت يا كبدي، ابوك كيمونو وامك بشريه، والبتاع اللي على رقبتك دي ما رضيتش اقول لك من الاول، بس هي بتديك جوه جباره جدا، بس في نفس الوقت بتحفظ كل قوتك. اول ما حد بيشيل عندك السلسله دي هتتحول لهيئتك التانيه اللي هي الشيطان.
شيطان، بس عشان معاك السلسله دي فابوك بيكون من اقوى الكيمونو، عشان اقوى الكيمونو بس اللي معاهم السلاسل دي. بعدها المحقق بيطلع له مسدس من العدم ويقول له انا مش بشري اصلا، انا كيمونو ودي قدرتي، بعرف اخلق اي حاجه من العدم وممكن احول جسمي لاي حاجه انا عايزها. بعدها المحقق يقول له فكك من الكلام ده كله بقى، على الموضوع ان انت قتلت الحيوانات دي انت ما قتلتهاش اصلا، ولا شخصيتك التانية الشيطانيه هي اللي قتلتها، في حد تاني قتلها. بعدها نخلص من الموضوع ده. كابني بعدها مره واحده يقوم ويقول له ياترو قاعد في نص الليل لوحده وهو ما عرفش بامر الحوادث دي، فممكن يطلع لي احدى الوحوش وتقتله، وفي نفس الوقت ده ياترو عمال يجري بكل سرعته وبيكون خايف جدا من كابني، فعشان كده بيدخل في احدى الاكواخ عشان يستخبى، ولكن بيلاقي قدامه وحوش غريبه جدا وكان لسه هتيجي منها عشان تقتله، ولكن المحقق وكابني بيتدخلوا. المحقق بيكون قتل الوحش بتاعه بسهوله، فعشان كده بيروح لكابني عشان يساعده، ولكن بيلاقي كابني اللي هو اقوى منه اصلا بكتير وقتل الوحش بكل سهوله، ولكن بعد ما قتل الوحوش ده بيجي وحش اقوى منهم كلهم. كابني اول ما يشوفه على طول بيروح يجي ملف راسه، ولكن الوحش بيصد ضربته ويرميه لاخر الغابه. بعد الوحش بيروح يجي من المره الثانيه، ولكن كابني بيعرف يهرب من الضربه بتاعته. في نفس الوقت ده المحقق بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب على الوحش. الوحش فعلا بيتصاب اصابات جامده ولكن بيتشفي بسرعه جدا. في نفس الوقت ده كابني بيجي له فكره حلوه جدا، فعلى طول بيجري عليه ينفذ الخطه، بيدخل ايديه جوه الوحش وبيطلعها تاني، وبسبب قوته الجباره بيعرف يشيل راس الوحش في ثانيه واحده. بعدها المحقق وكابني بيمشوا من المكان ده، وهما ماشيين المحقق بيوقف كابني ويقول له انا اسف جدا بس لازم اقتلك، انا في الاول والاخر انا محقق اصلا، بس قبل ما تموت هقول لك على الحقيقه، الست اللي اتبنتك وربتك هنا هي تبقى خالتك، وامك الحقيقيه اللي رمتك هنا عشان خالتك تربيك عندها، وخالتك انا ربتك عندها كانت عارفه بكل حاجه، كانت مامتك قالت لها ان انت نصف كيمونو ونصف بشري، وتقول عشان كده خالتك بتعاملك اوسخ معامله عشان كانت بتكرهك عشان انت كيمونو. المحقق بعدها بيبتسم له ويقول له عايز اطلب منك طلب اخير، انت عايز ادور لك على امك وابوك الحقيقيين ولا لا؟ كابني بيضحك ضحكه متصنعه عشان يحضر نفسه للنهايه ويقول له لا اقتلني، وفعلا الراجل بيديله طلقه وبيموته. بعدها المحقق بيروح لخالة كابني وبيدي لها ابنها ويقول لها خلاص انا قتلت الواد دلوقتي، عايزين ارميهولك ولا ايه؟ هتقول له ايوه عايزك ترمولي في اي نصيبه، وفعلا المحقق بيسمع كلامه وبيروح يرميه. وبعدها بيومين بالظبط كابني بيقوم من قلبه جديد وبيلاقي نفسه اللي هو لسه عايش. المحقق يقول له الحمد لله على السلامه يا معلم، انا كنت لسه مستنيك، انا توقعت انت تفوق بعد ساعتين او حاجه، انت شكلك اصلا ما بتعرفش تتحكم بقوتك الكيمونو اصلا، لو كنت بتتحكم بقوتك كان زمانك فقت كمان ساعتين. كابني يستغرب ويقول له المفروض اكون ميت، يقول له يا عم انت بتهزر يا عم، انت قوتك جباره جدا لدرجه انت ما بتموتش اصلا، انت تعتبر ان انت خالد، بس انت للاسف دلوقتي ما بتعرفش تتحكم بقوتك كيمونو، فعشان كده هطلب منك طلب ان انت تشتغل معايا مقابل ان انا امن لك معيشتك وكل هدومك وكل لبسك وكل حاجه انت عايزها، ومقابل بس ان انت تساعدني في التحقيق في اي مهمه انا عاملها. كابني بيوافق ويقول له احنا فين دلوقتي بقى؟ يقول له احنا في طوكيو، بقى لنا يومين بنسافر. بعدين المحقق بيدخله بيته ويقول له في هدوم هروح البسها، وفعلا كابني بياخد الهدوم بيلبسها. بعدين المحقق بيطلع ريحه وبعدها بيرشم الريحه دي ويقول له الريحه دي تغطي ريحتك الكيمونو عشان ما تبدا تفعل قوتك الكيمونو الكامله ما تطلعش منك الرائحه الغريبه دي. بعدين المحقق يقول له رايح مشوار كده وهجيلك تاني بقى. كابني بقى هو قاعد مع نفسه بيدخل على شخصين من نفس عمره، واول ما يشوفوا كابني بيستغربوا ويقولوا مين ده اصلا، وفي نفس الوقت المحقق بيخش عليهم ويقول لهم دلوقتي لازم اعرفكم عن نفسكم. كابني بعدها بيقول للواد اللي قاعد ده اسمه شيكي والتاني اسمه اكيرا، احنا بنحقق في الكيمونو والبشر في نفس الوقت، لو احنا لقينا الكيمونو بيأذي البشر نحاول ان احنا نموت الكيمونو ده، وبرضك نفس النظام مع البشر، فاحنا بنحاول نعمل سلام ما بين العالم ده كله. ويقول له شيكي اللي قاعد ده زيك بالظبط، نصف كيمونو نصف بشري، بس الكيمونو صنف تاني، انصاف الكيمونو ما اصلا ملهاش حدود، اما نصف الكيمونو بتاع كامني بيكون هو شيطان، اما شيكي ده بيبقى كيمونو عنكبوت وابوه بيكون بشري. شيكي بعدها بيزعل المحقق يقول له انت جايبه ليه هنا اصلا، وكمان انت ملبسه لبس ليه؟ كابني بيتاسف له بيقلع له الهدوم، بيزعل كابني يقول له مش عايز من خيلتك حاجه بعد ما لبستها يعني ولا ايه؟ شيكي بعدها بياخد بعضه ويمشي. المحقق يقول له انت رايح فين؟ استنى شويه كده، عايزك تنامه جنبك على السرير. يقول له انت بتهزر ولا ايه؟ هو هينام على الكنبه وبياخد بعضه ويمشي. اما الواد التاني اكيرا بيروح يكلم كابني ويقول له معلش شكله بيكرهك بس عشان انت لسه جديد. اكيرا بعدها بيسال كابني يقول له انت عمال تبص لي كده ليه؟ كابني يقول له انا اسف بس بشوف انت ولد ولا بنت بالظبط. اكيرا بيزعل جدا منه ويقول له اصلا انا ولد، وبياخد بعضه ويطلع يجري. وبعدها بيوم بالظبط بيجي ميعاد الغداء، كابني بيكون قاعد على السفره عادي في امان الله وشيكي قاعد قدامه. شيكي عمال ياكل ولكن كان مش راضي يمد ايده. شيكي متضايق منه ويقول له يا ابني انا مش شيطان يا ابني، كل يا ابني مش همنعك يعني من الاكل. كابني فعلا بيسمع كلام بدا ياكل هو كمان، وبعد ما يخلصوا الاكل بيحل الليل، فعشان كده شيكي بياخد بعضه ويدخل ينام، وبيكون جنبه اكيرا ويفضل يتكلم مع اكيرا ويقول ان جابه هو جايبه ليه مع انه ملوش نسبه اصلا في المكان ده كله. اكيرا يقول له لا يمكن يكون غلبان زينا وحاسس بنفس المعاناه. شيكي بعدها يقول له طب يلا روح اتنمر عليه شويه، عايزك تروح تضايقيه. اكيرا يزعله ويقول له يا عم انت بتقول ايه؟ انا بكرهوش، انا بالعكس شكله بحبه. الواد فعلا بياخد الكلمه بتاعتها وبيقول له هو يتنمر عليه فعلا، وبعدها بياخد بعضه ويعمل له فخ، بيعمل سلك عنكبوت من قوته
عشان يوقف الحركه بتاعته. وفي نفس الوقت ده فعلا بعد ما عمل شبكه زي العنكبوت كابني بيكون راح يستحمى وبيلاقي شبكه عنكبوت لبست في رجليه وبيقع على الارض. بعدها شيكا بعدها بيدخل عليه يقول له اللي جايبك هنا بقى. كابني يقول له اللي جابه هو اللي قتلني ولقيت نفسي لسه عايش وعرض عليا ان انا عايش هنا فعشان كده اضطريت نعيش معاه. شيكا بعدها يفضل يقلس عليه يقول له امك وابوك رموك في الشارع ولا ايه. كابني بيتعصب انه يقول له محدش رماني في الشارع وبيحاول يقرب منه ولكن شيكي بيحذره يقول له ما تقربش حتى لو قربت جلدك كله هيتشال. الخيط دي مش شبه اي خيط شفتها في حياتك. ولكن بعدها كابني بيقوم وجلده فعلا بيتشال ولكن مع ذلك بيكمل طريقه ولكنه حس باي الم. شيكي بيوقفه يقول له انت بتعمل ايه؟ انت مش حاسس بالم او اي حاجه؟ شيكي بعدها بيبص على الجرح بتاعه بيلاقي الجرح بتاعه عمال يولع ومره واحده بيتشوف الجرح ده. بعدها كابني بياخد بعضه ويروح يستحمى. وبعدها بيوم بالظبط المحقق اللي هو اسمه انوجامي بيجي له قضيه جديده وفعلا بيوصل عند مكان الحادثه اللي هيحققوا فيها وبيلاقوا في كميه بوليس هناك وكميه عربيات اسعاف والمكان متدمر حرفيا. على طول بيدخل في مكان الحادثه عشان يحقق فيها ولكن الراجل بيوقفه ويقول له يا عم اللي جايبك هنا ارجع ورا المكان ده خطر. ولكن انوجامي بيتكلمه ويقول له انا المحقق اللي جاي هنا. يقول انا اسف. بعدها يقول له الطريق من هنا. وفي الاخر بيوصل عند الغرفه اللي هم هيحققوا فيها بيلاقوا في واحد من المسعفين بيحكي لهم الوضع اللي هنا. يقول في نوع من الحشرات متلبس البيت ده كله وعمال يكون دلوقتي في اهل البيت اللي هنا. انا حاولت اساعده وبقيت الناس اللي معايا ولكن الموضوع ده خارج قدراتنا. هو اللي ماشي هبص بصه بقى. وبعد ما بيبص يقول له سيبني 30 دقيقه. بعدها بيجي ناتل كامني عشان يجي يبص. كامني فعلا بيروح يبص وبيتصدم من اللي جوه بيلاقي في كميه حشرات عمال ياكلوا في جسمه واحده. نيجامي بعدها بيقول للشرطه الحاجات دي مش مؤذيه اصلا بس ممكن تيجي المنطقه دي بس عشان حاجه معينه في حاجه بتجذبها في الاوضه دي فاحنا لو شلناها الحشرات دي كلها هتختفي. وفي نفس الوقت ده نيجامي بيكلم نفسه ويقول انا اقدر اروح انقذهم بس للاسف اول ما احول جسمي للفلاز الناس كلها هيكتشفوا امري فانا عايز انجز الموضوع ده. نيجامي بقى وعمال يفكر مع نفسه على خطه عشان ينقذهم. بيجي واحد من المسعفين بيتكلم بطريقه هستيريه بيقول المفروض نولع في المكان ده كله. الناس اللي هنا عايشين ميتين لازم نولع فيهم. الاطفال اللي هنا اول ما يسمعوا الكلام ده كله بيتعصبوا منهم يقول لهم والنبي انقذوا امنا. نيجامي بعدها بيطلع كل الناس اللي هنا ما عدا كمان وبقيه الشله. اشكي بعدها بيجيله فكره اللي هو يطلع شبكه عنكبوت ويلزقهم في الشبكه وبعدها يقتلهم. وفعلا نيجامي بيقول له ماشي جرب وهو فعلا بيجرب ويمسكهم ولكن فجاه بيعرفوا يتحركوا كلهم وبياكلوا في الشبكه. كابني بعدها يقول له انا اخش انا بقى دلوقتي انا ممكن اعرف اساعدهم. اشكي بيكون مصدوم وهو واقف حرفيا واكيرا يقول له انت بتفكر في ايه بالظبط ولكن نيجامي يقول له ماشي خش انا واثق فيك. وفعلا بيخش وبيقفل وراه الباب. اول ما يخش كل الحشرات بتتلم عليه وبتبدا تاكل في جسمه ولكن الحشرات ما بتعرفش تعمل فيه اي حاجه عشان كابني اصلا ما عندوش دم ولا اي حاجه وما عندوش مشاعر ولا عنده حس بالوجع ابدا. وعشان الحشرات بتتغذى على الدم اول ما تحاول تاكله مش هتعرف فعشان كده هتنزل من عليه على طول. كابني في الاخر بيعرف يساعدهم في الاخر وبيشيل الحاجه اللي بينجذب عليها الحشرات وفعلا بينقذ الوضع كله. ولكن بعد ما ينقذهم بيحس احساس غريب. بيحس العيال اللي انقذها ولكن للاسف ماتوا. بيحس اللي روحهم جنبه وبيحضنوه اكنهم بيشكروا على اللي هو انقذ الوضع وما خلاش الحشرات تاكل ناس تانية. النجم في نفس الوقت ده بيكون فرحان جدا بقوه كابني واللي هو عارف يساعده ولكن في نفس الوقت صعبان عليه اللي هو ما عندوش مشاعر وكمان امه وابوه تخلوا عنه فحاسس بمعاناته. وبعد ما يخلصوا المهمه بتاعتهم بياخدوا بعضهم ويمشوا وهم رايحين بيقابلوا الواد اللي انقذوا امه وبيجي يشكرهم. النجم يقول له ما تشكرناش اشكر كابني وفعلا هو بيشكره جدا وبعدها بياخد بعضه ويمشي. كابني بعدها بيطلب من النجم طلب يقول له انا عايزك تحقق وتعرف مكان امي وابويا مقابل الاجر اللي انا هشتغل عندك بيه. النجم بيضحك ويقول له ماشي ما عنديش مانع مع انك اخر مره قابلتك قبل ما اقتلك قلت لي انت مش مهتم باي حاجه بس ما عنديش مانع. المهم يعني بعد يخلصوا الكلام بتاعهم بيروح للبيت. كابني بيقعد مع نفسه في الصاله عشان ينام على الكنبه ولكن اشكي بيروح يعدي عليه ويفضل يتكلم معاه شويه ويقول له من اول دلوقتي ما عدتش هتنام على الكنبه هتبدا تنام شبه بقيه البني ادمين على السرير. وشكل اشكي بدا يتقبل كابني يعني. بعدها اشكي بياخد بعضه ويروح لغرفته وبعدها بيوم بالظبط نجامي بيقول له على مهمه جديده هتروح بس تقابله اناري وتعرفوا على كابني عشان هي عايزه تقابله. بيكون اشكي متضايق ويقول له بكره البنت دي اصلا ولكن نجامي يقول له معلش روح معاه بس المره دي. وفعلا في الاخر كلهم بيوافقوا وبيروح عشان يقابلوا اناري. النجم بعدها بياخد كابني على جنب ويقول له خد معاك الحجر ده. الحجر اللي مديهولك ده حجر الحياه المزيف. الحجر الاصلي عايزك تبلعه عشان مش ضامنها قوي وممكن تاخد منك حجر الحياه. وفعلا بعدها بيروح لمكان اناري عند مقر الشرطه وهي مش شرطيه ولا اي حاجه هي اصلا كيمينو شبه انوجامي بالظبط بس بتحولها شكل بشر وبتكون هي عندها سلطه كبيره في المكان ده فعشان كده عايشه عندهم فعشان كده هم بيروحوا الشرطه عشان يقابلوها. بيقابلوا شرطي ويقولوا احنا عايزين نقابل اناري. الشرطي يقول لهم خدوا بعضكم وامشوا. السيده اناري هتقابل الناس زيكم ولا ايه؟ ولكن في نفس الوقت ده بيجي احد اتباع اناري وبياخدوا كابني بس وبيقولوا لاشكي واكيرا خليكوا هنا. السيده اناري عايزه بس كابني وفي الاخر بيوصلوا عند باب الغرفه بتاعتها وبتتابعها بتوقعها على الارض وبتدخلوا الغرفه بالعافيه. اناري اول ما تشوفه تقول له عامل ايه يا معلم تعال نتكلم شويه. تقول له انا سمعت ان انت نصف بشر ونصف كومونو بجد دي حاجه مذهله جدا. وبتقول انا سمعت ان انت معاك حجر الحياه ممكن اشوفه ولا ايه؟ هو يقول لها ماشي. بعدها اناري تقول انت عارف حجر الحياه ده ايه بالظبط؟ هو بيقول لها بيمنعني ان انا اكون شيطان وبيديني طاقه قويه جدا. هي تقول له ايوه بس لو في كومونو كامل زي كده بالظبط استعمله هيحصل حاجه تانية خالص. الكينو بيعيش على طاقه البشر بيمتص طاقه البشر عشان يعيش يعني البشر لو كلهم لو ماتوا احنا هنموت معاهم اما الحجر ده لو معايا مش محتاج اي طاقه للبشر واعرف اعيش بسلام لوحدي وممكن اقتل اي حد من غير اي حاجه. بعدها بتقرب
منه وتقول له انا هاخد الحجر ده وهعرف اقتل البشر دول كلهم دلوقتي. ومره واحده من غير اي سابق انذار الدماغ بتاع كامل بتتقطع. البنت اللي بتكون ورا قطعت راسه. بعدها بتنزل شرطيين وبيحطوا الجثه في شنطه. بعدها بتعين التابعه بتاعتها اللي هي ترمي الجثه في مكان بعيد جدا وتقول لها مش عايزك تفتح الصندوق ده ابدا، لو اتفتح الصندوق هيرجع للحياه من اول جديد. كامل ما بيموتش ابدا، فلو اتفتح الصندوق هيخلق جسمه من اول جديد. هي تقول لها ماشي. بعدها بتتحول لشكل كامل وبتروح تقابل اشكي واكيرا وطبعا عشان تقتلهم هم كمان، وبعدها ترمي جثثهم بعيد. اشكي اول ما يشوف كامل بيحس ان هو متغير حبتين، يقول له اناري المعفنه دي عملت فيك حاجه ولا ايه؟ التابعه بتاعت اناري اول ما تسمع الكلمه دي بتتعصب جامد وفي الاخر بتتحول لهيئتها الاصليه، وبعدها بتستخدم قوتها وبتهجم عليهم بالنار. اشكي بعدها بياخد بعضه في جنب وبعدها بيستخدم شبكه العنكبوت وبياخد الشنطه من وراها، وبعدها بيفتح الشنطه عشان يشوف فيها ايه، ولكن بيصطدم ان كابني هو اللي لقاه رجع الحياه من اول جديد وعمال يتكلم. اكيرا اول ما يشوف المشهد ده بيغمى عليه على طول. اشكي بعدها بياخد اكيرا وكابني وبيطلع يهرب بيهم، وبعدها بيستخبى في جنب من الضربات بتاعتها. كابني بعدها بيقول له عندي خطه، يقول انا عايزك تربيني على البت دي انا اعرف اهزمها. اشكي بيتعصب يقول له خلاص دلوقتي انت اصلا لوحدك مش هتعرف تعمل اي حاجه. هو يقول له اسمع الكلام بس انا هقدر اعملها. اشكي فعلا بيوثق فيه وفي الاخر بيرميها على البت، وفعلا اول ما بيرميها على البت بيمسك في كتفها ويعض في كتفها لغايه ما تغمى عليها. بعدها كابني بيشفي نفسه من اول جديد. اشكي بقى واقف جنب كابني ويقول له ازاي انت عملت ده كله؟ انت بتعمل المستحيل حقيقه، وبيكون متغاظ من كتر قوته. وبعد ما يخلصوا المهمه بتاعتهم دي بياخدوا بعضهم ويمشوا، وبنلاقي نجم واقف قدامهم. النجم بعدين يقول له انا اسف انا كنت متوقع ان ده كله يحصل اصلا، بس وديت كابني بس عندها عشان تعرف بقوته الحقيقيه عشان ما تفكرش ليها تهجم عليه حتى، وانا عارف البت دي وطمعها هتموت وهتاخد حجر الحياه. وفي نفس الوقت ناني بتكون قاعده مع نفسها وفرحانه قوي بحجر الحياه، ولكن مره واحده الحجر الحياه بيتحول لقرد. وفي نفس الوقت بتجيلها مكالمه غريبه وبتطلع المكالمه دي من اونوجامي ويقول لها دلوقتي انا عرفتك بقوتهم دلوقتي مهما عملت مش هتاخد ابدا حجر الحياه. البنت اول ما تسمع الكلام ده كله بتتعصب جامد لدرجه ان هي بتقلب العربيه بقوتها. تعالى بقى نرجع لكامل من اونو جديد. النجم بيكون سايق العربيه في امان الله. اشكي بيقول النجم انت كده بتحارب اناري، هو يقول له ايوه وهي تعتبر ليها قويه جدا بس لازم نعرفها بقوه كابني عشان ما تاخدش الحجر ده، هي بنت طماعه بتحبش لنفسها فلازم تعرف كل حاجه من دلوقتي. النجم بعدها يقول لهم لازم نحتفل دلوقتي، نحتفل ان كامل دخل معانا الفرقه بتاعتنا فتعالى ناكل حاجه حلوه يعني. ولكن اول ما يجيبوا سيره الاكل وكلهم بيتخانقوا على الاكل. اكيرا بتقول هناكل فطائر وعماله تاني اشكي بيقول عايز اكل اكل صيني. كابني يقول لهم تعالى ناكل الاثنين، وفعلا بيروح ياكلوا كلهم. بعد ما خلاص اكل بيروح للبيت بتاعهم، بيكون اشكي واكيرا حرفيا مفشوخين من سبب الاكل، كانوا الاكلتين مع بعض وشكلهم هيرجعوا. اما الانجامي بيكون مستغربه جدا من كابني اللي هو كان زيهم برضك ولكن مع ذلك ما حصلوش حاجه. النجم بعدها بيعرف على كابني على حاجه، بيعرفوا ازاي هو بيجي له عمليه التحقيق دي. بيحكي له في واحد بيساعده على النت وبيجيب الاخبار المشهوره، وهو النجم بيروح يحقق في الاخبار دي. امال بقى في نوع تاني اللي هو فاتح مقهى ويعرف على الاشاره اللي قدامه دي ويقول له دي الاشاره اللي بتكذب لنا كل حاجه، اي حد عايز يعمل تحقيق او قضيه او اي حاجه بيجي لنا لغايه عندنا. النجم بقى عمال يشرح لهم كل حاجه. الثعلب مساعد اناري بتتبع كابني لغايه هنا، واول ما توصل عندهم بتكون متاثره جامد في جسمها من سبب الضربه بتاعت كابني وفي الاخر بيغمى عليها. النجم بعدها بياخدها بيقعدها في البيت بتاعه لغايه ما يشوفها ويشوف هيوديها فين، وفعلا بيدخلها البيت ويبدا ياكلها. يقول لها انت عايزه ايه دلوقتي؟ تقول له انا عايز راس كابني بس وهمشي من هنا. بعدها على طول بتروح تهجم على كابني ولكن هو بيوقفها، يقول لها اهدي يا حاج هنا ده البجاح اللي انت فيها دي اهدي شويه. وفي نفس الوقت بتيجي احدى الزباين اللي عايز يعمل تحقيق. الذنوب بعدها بيقعد قدام انوجامي وبيطلب منه طلب، يقول له انا قابلت احدى الكيمونو واستخدمت عليها قوتها وحولتني لقطه، ولكن مع ذلك ما اتحولتش لقطه ولكن فجاه كل شويه اتحول لقطه من غصب عني وعايز احقق اللي انا ادور عليها عشان اقابلها واعترف لها بحبي. انوجامي يقول له ماشي هحقق لك الطلب بتاعك. بعدها بيطلب من الثعلبه اللي هي تساعده، يقول لها لو انت عملت المهمه دي بنجاح ونفذت الطلب صح هديك راس كابني. هي تقول له ماشي هعمل لك اي حاجه. يقول لها انا عايزك تدور على الكيمونو اللي حول الواد ده لقطه وتدور على الكيمونو ده وتديها له. اشكي بيتخض ولا بيسمع الطلب ده كله، يقوم يكلم انوجامي يقول له انت بتفكر في ايه؟ يقول له انت عايز تسلي نفسك ولا ايه؟ هقول له لا يا عم اهدى شويه هكلمك بعدين. بعدها بياخدوا بعضهم يقعدوا في مقهى في جنب عشان يبدا يحققوا. بعدها كان بيطلب اللي هو يوري له صورتها، هو فعلا بيطلع التليفون يوري له صورتها. يقول له ماشي كده حلو هندور عليها دلوقتي. هو يقول له ما ينفعش ندور عليها دلوقتي هي شغاله في مالها الليلي دلوقتي بس انا كل يوم بستناها هنا بس بلاقيهاش. وفي نفس الوقت البنت بتطلع ولكن بتكون على هيئه قطه صغيره، وبعدها هي بتاخد بعضها وتدخل في زقاق وبيكون كامل شاف القطه وبيعرف ان هي مش بشريه ولا اي حاجه عشان مش قطه عندها ديلين. يقول لها الواد ده بيحبك ودي مهمتنا هتعملي دلوقتي بقى. بعدها البنت تتحول لهيئتها البشريه وتقول انت لسه عايش يا ابني انا استعملت قدرتي عليك وحولتك لقطه. هو اللي لسه ما اتحولتش حوليني وهكون معاكي للابد. هي تقول له ما عنديش مانع بس هتكون شبههم كده بالظبط. وبيظهر شويه قطط مرعبين جدا عباره عن بشر ولكن هي اللي حولتهم للقطط. بعدين البنت تتحول لقطه من اول جديد. الثعلبه في ثانيه واحده بتمسكها من قفاها وتديها للراجل وتقول له دي القطه اهي اعمل بيها اللي انت عايزه هناخد بعضنا ونمشي بقى. وفعلا بياخدوا بعضهم ويمشوا. الثعلبه بعدها تطلب اللي هي تاخد راس كابني، هو يقول لها ماشي غمضي عينيكي. فعلا البنت بتغمض عينيها وبعدها بيديها راس. بعدها بتاخد بعضها وتمشي. وبيكون حرفيا البنت دي غبيه جدا للراجل اللي كابني كان واقف قدامها وكان مغطي وشه بس. وبعدها بيوم بالظبط بعد اخر مهمه النجم يقول لهم المهمه بتاعتكم الاخيره راحت على خير. في الاخر
الاخر الكيمونو القطه اتجوزت البشري ودلوقتي عايشين حياه حلوه وهم قاعدين ومحدش مهتم حرفيا. اكيرا بتكون قاعده مع نفسها وبتقول كابني راح لمهمه وعرف ينفذها، اما انا موجود من سنين ولغايه دلوقتي ما عرفتش اعمل اي حاجه، فعشان كده بتطلب من اونيجامي طلب اللي هو يجيب لها مهمه عشان تروحها. هو يقول له خير، انت عاوز تبقى جبان يعني، مش معنى المره دي. يقول له بس عايز اجرب مهمه جديده. اونيجامي يقول لها ماشي، عايزك تروحي نهر شيبويا عشان تنفذي مهمه هناك، والمهمه عباره عن ان في كميه كيمونو عامل يهجموا على البشر ويقتلوهم، عايزكم تروحوا تقتلوا الكيمونو دوم، ولكن خلي بالك بقى عشان هيكون في مجاري. البنت بتتقرف وبتبقى زعلانه جدا، ولكن مع ذلك بتصر ان هي تروح المهمه دي. وفعلا بعد ما يعرفوا كل حاجه عن المهمه على طول بياخدوا بعضهم ويروحوا المهمه دي، ولكن كابني واكيرا بس بيدخلوا النهر فعلا، وبتكون اكيرا خايفه جدا، فعلى طول بتمسك في كابني وماشي جنبه بيقول له صحيح انا عمري شفت قوتك، وانت قوتك ايه؟ التاني يقول له قوتي الجليد، بس انا عمري ما استخدمت قوتي عشان انا ضعيف جدا، وانا اصلا متعود من صغري لاخويا الكبير كان يحميني، ولكن احنا افترقنا ودلوقتي لقيت نفسي هنا، واحنا اصلا مش من هنا، من منطقه ريجيريا، وفي الاخر بعد ما لقيت نفسي في طوكيو انيجامي شافني، فعشان كده عرض عليا الشغل هو اللي انقذني، فعشان كده انا لسه ضعيفه لغايه دلوقتي، اللي انا اتحميت من اخويا واتحميت من انيجامي ولغايه دلوقتي بتحمي حتى منك. كابني بعدها يقول له ماشي، عايز تستخدم قوتك كده. بيجي يجرب قوته ولكن بيظهر احدى الكيمونو وبيمسك اكيرا وبيطلع بيها بالسقف، ولكن كابني بيلاقي حديده وبيرميها في وشه وبيوقع الكيمونو على الارض. الكيمونو بيستغل الفرصه دي وبيهجم عليهم، ولكن بيظهر مره واحده حيوان من العدم وبيهجم على الكيمونو ده وبيعرف يقتله في الاخر. بعدها الحيوان ده بيقرب من كابني وبيلاقي اللي هو مربوط في حاجه، بيفتح فعلا الكيس وبيلاقي خريطه كيميائيه ومكتوب جنبها حاجه، وترى الرساله دي من انيجامي اصلا، بعت لهم الرساله دي والمحلول ده عشان يساعدهم في القتال. المحلول ده هيظهر كل الوحوش اللي هنا، واول ما تظهر هيقتلهم كلهم. فعلا بعدها طول بيفتحوا المحلول وبيرموه في البحر عشان يكسبوا كل كيمونو. بيظهر فعلا كل الكيمونو يفضلوا يهجموا عليهم. طبعا اكيرا واقف خايف، عمال كان بيقتل واحد ورا التاني بوكس واحد بس، وكانت في حته كلمه هتيجي على اكيرا ولكن حيوان بيحمي اكيرا، ولكن بتحسوا ان الحيوان ده شبه انيجامي بطريقه غريبه كده، بس هنعرف السبب ده بعدين. احدى الوحوش في نفس الوقت ده برضه بتهجم على اكيرا، ولكن كابني على طول بيروح يحميها، ولكن الحيوان بيعرف يتخانق على كابني وبيبدا يعضه من جسمه. اكيرا قاعد مع نفسه في نفس الوقت ده اهو وبيفتكر كلام اخوه، يقول له انت ضعيف انا قوي، فعشان كده انا احميك، مش عايزك تعمل اي حاجه تاني. فبيزعل الذكريات بتاعته دي ويقول لا انا اللي هحمي الكل، وغصب عنه غريزيا بيستعمل قوته وبيتلج المكان كله، حتى بيتلج كابني ذات نفسه. اكيرا بعدها بتروح تفك الترج اللي عليه. امال بقى الحيوان في نفس الوقت ده بياخد بعضه ويمشي، وبيقابل احدى الضفادع العجوزه وبيقابلها وبيكلمها، وفي الاخر بنعرف ان ده انيجامي اصلا، بس متحول للهقه دي عشان يعرف يحمي اكيرا وكابني. الضفدع العملاق يقول له شكرا جدا انت جيت لي، الشعب بتاعي من الضفادع حاولت اتحكم بيهم وما خليهمش يقتلوا البشر، ولكن عصوني وفي الاخر بداوا يقتلوا البشر، فعشان كده استدعيتك وشكرا جدا ليك، من سببك وريتهم الخلاص الحقيقي. كابني واكيرا بعدها بيروحوا للمنزل بتاعهم، وبعد عدة ايام كابني بيبدا ينظف البيت، وهو بينظف البيت بيلاقي في غرفه قدامه، ولكن فجاه مره واحده الغرفه بتتفتح وحد بيشده، وبعد عده ساعات انيجامي بيحس باختفاء كابني، بيسال اشكي ويقول له كابني فين؟ اشكي بيقول له هو بينظف البيت النهارده. انيجامي بعدها يعرف اللي هو يخش الغرفه المحظوره، بعدها طول بيخش الغرفه وراه وفعلا بيلاقيه هناك، وبيلاقي كابني قاعد على الارض وعمال ياكله. اشكي وايكارا ذات نفسهم ما عرفوش مين الواد ده اصلا. انيجامي بعدها بيزعل الواد اللي في الغرفه ويقول له ده بتستغل كابني ليه؟ انت قلت ذات نفسك مش هتطلع للعالم الخارجي، هتخلي نفسك في الاوضه بس. يقول له خلاص غيرت رايي، هخلي الواد ده حدا خدمي. انيجامي بعدها بيقول للواد انسى الموضوع ده، وبعدها بياخد كابني وبيطلعوا بره. انيجامي بعدها بيحكي لهم عن حكايه الواد ده، يقول لهم الواد ده مصاص دماء، والمصاصين الدماء دول قوتهم جباره جدا، ولدرجه قوتهم لدرجه كمين الشيطان اللي هو كابني يعني، ونفس قدرات الشيطان بالظبط، ما بيموتش وبيكون خالد طول عمره، ولكن ليه طريقه واحده للموت، يعني المهم اللي هو قوته جباره، فعشان كده استغليته وخليته يعيش عندي عشان هو عايش بقاله الاف السنين وزي من الحياه دي، فقررت اللي هو يكون له هدف للحياه وشغلته معايا، وفانا وقابل الشغل، وهو بقى بيجيب طلبات الزبائن من على النت. بعدها بيقول لكابني وبقيه الحاضرين يقول لهم مش عايزكم تخشوا غرفته، هو شغال هنا وبعيد عن البشر. هم يقولوا له ماشي، وتاني مع طول كابني بيكون قاعد في غرفته وعمال يخدم المره المليون. اشكي بيدخل عليه وبيزعق له ويقول له انت بتحب الاستعباد يعني ولا ايه؟ مصاص الدماء بعدها بيقول لاشكي تعالى زرعني بالاذرع، لو كسبتني اخلي كابني يكون صديقك عادي ومش هخليه يكون خدام عندي. اشكي فعلا بيوافق وبيقاتله، ولكن طبعا اشكي بيخسر في ثانيه واحده. كابني بعدها يطلب منه انه يصارعه، هو بيصارعه فعلا، وطبعا مصاص الدماء بيخسره في ثانيه واحده، لدرجه ان كابني ما كانش مستوعب اللي بيحصل، واشكي ذات نفسه اللي عارف بقوته استغرب برضه اللي هو خسر. اشكي بعدها بيروح لانيجامي بعدها يحكي له على اللي حصل، ويقول له مصاص الدماء مش راضي يسيب كابني في حاله، يقول له هو عمال يضايقه وخلاص، كابني هو السبب، هو اللي مخلي نفسه خدام عنده. يقول له صحيح طب فين كابني دلوقتي؟ يقول له هو راح يجيب اكل البيت، وفي نفس الوقت ده كابني بيكون رايح لاحدى المحلات عشان يشتري اكل، وهو في الطريق بقى عمال يتكلم مع نفسه، يقول انا خسرت قدام مصاص الدماء، يعني ممكن في اي وقت اخسر اشكي واكيرا من سبب الضعف بتاعي، وهو عمال يفكر مع نفسه الثعلبه مره واحده بتقع من السما
السما. اشكي على طول بيغطي راسه ولكن تقول له ما تخافش، مش جاي عشان اخد راسك يعني، كده كده السيده اناري ما بتحبنيش اصلا وطردتني من الشغلانه دي. كابني بعد ما بيطلب من الثعلبه اللي هي تقاتله عشان كابني عايز يشوف هو قوي ولا لا. فعلا بتقاتل معاها وفعلا بعد قتال طويل بيعرف يهزمها. البنت بتكون واقعه على الارض وعماله تعيط وتقول فعلا السيده اناري لازم تسيبني وترميني في الشارع، انا ضعيفه جدا. كان بيمسك ده ولا ما فيش الكلام ده. وفي نفس الوقت ده مصاص الدماء بيطلع من الغرفه بتاعته وحرفيا انه جيمي بيكون مستغرب جدا، يقول انت بقالك 10 سنين حرفيا ما طلعتش من الغرفه دي اصلا، اللي مطلعك دلوقتي؟ يقول له كابني كسر ايديا بسبب اني قتلته بالذراع، انا كنت عارف ان هو قوي جدا بس ما توقعتش ان هو يكسر ذراع حتى. يقول له دلوقتي مش عارف العب اي لعبه ولا عارف اشتغل، فعشان كده هقعد معاك شويه وافضل اتكلم شويه. ان جيمي يقول له يا عم خد بعض وخش الغرفه مش عايز اتكلم معاك اصلا. تعالى نرجع بقى لكابني له جديد. بيكون حللوه لسه ماسك ايديها لغايه دلوقتي عشان بتكون عماله تعيط. كابني بعدها بيطلب من الثعلبه اللي هو يسيبها ويمشي، يقول انا عايز اجيب طلبات للبيت وانا نسيت اصلا. هي بعدها تطلب منه طلب، تقول له انا عايزك تكون السيد بتاعي، هعمل اي امر تطلبه مني. هو يقول لها ما اعرفش بس انا ممكن اعيشك معايا، هروح بس اجيب طلبات البيت وهرجع لك تاني. هي تقول له ماشي. وفعلا بيجيب طلبات البيت واول لما يروح للبيت بيلاقي مصاص الدماء طالع بره وبيكون اشك واكيرا قاعدين جنبه، وهو يقول لهم دلوقتي هطلعكم في مهمه جديده. المهمه دي هتكون مهمه تحقيق في احدى الشركات طلع عليها سمعه زباله جدا، اللي الشغل عندها صعب جدا وبيستعبدوا الناس حرفيا هناك. ومن سبب الشغل الصعب اللي هناك بدا الناس تنتحر واحد ورا التاني، ولكن فجاه مره واحده الانتحارات اختفت. فانا عايزكم تحققوا وتشوفوا سبب الانتحارات دي ايه بالظبط. يقول لهم انا هتواصل معاكم من على النت عادي. وفعلا بيروح لمكان التحقيق بتاع الشركه. اشكي هو اللي بيخش غرفه المصنع لوحده، اما الكابني واكيرا بيكون مستنيين بره عشان اشكي عشان عنكبوت بيعرف يخفي جسمه ودي احدى قدراته، وبيبدا يجسس على غرفه المعاملين وبيلاقيهم هم شغالين زي الفل. ولكن مره واحده بيحس منهم احساس غريب، بيحس انهم شغالين اصلا غصب عنهم. ولكن واحد من وسطهم مره واحده بيقوم ويقول له نستقيل وبياخد بعضه ويطلع يجري بره. ولكن سيده بتقابله وتقول له يا عم في ايه يا عم، تعال بس اما اكلمك شويه في جنب يمكن غير رايك في الاستقاله دي. واول ما يخش غرفه تانية بتطلع له واحده براس دبانه اللي هي كيمونو وبتحط الابره في ودنه وبتمص عقله كله. وبعد ما ياكل المخ بتاعه الوجه بيقوم من اول جديد وبيروح يكمل العمل بتاعه. بعد ما وصل الدماغ بتاعه ما عادش عنده عقل، فممكن يشتغل شبه العبيد بالظبط، وده سبب الحقيقي في قله الانتحارات. اتشكي بيكون شايف المنظر ده كله بيكون خايف، يقول الحاجه دي فوق طاقتنا كلنا، لازم نروح ونقول للنجامي على كل حاجه. وفي نفس الوقت النجامي بيكون محبوس في غرفه ومكتوب على باب الغرفه لو حاولت تفتح الغرفه دي المكان كله هيتفجر وانت ذات نفسك هتموت. النجامي بعدها بيسأل لمصاص الدماء ويقول انت حافظني هنا ليه؟ يقول انا عايز اتسلى شويه، انا وديت العيال لمهمه صعبه عشان اشوف قوتهم. النجامي بيزعلوا انت بتفكر نفسك مين؟ سيب العيال في حالهم. ولكن مصاص الدماء بيتجاهلوا. وفي نفس الوقت ده مصاص الدماء بيكلمهم ويقول لهم دلوقتي عايزكم تقتلوا الدبان ده عشان تعرفوا تنقذوا المكان. اشكي بيزعلوا انت بتقول ايه؟ المهمه دي فوق طاقتنا اصلا، احنا هنروح. بعدها اشكي بياخد بعضه ويمشي المكان ده. ولكن مصاص الدماء بيكشف امره، بيكون مع عربيه بيتواصل مع اشكي بيها، بيحرك العربيه دي وبيعمل بيها صوت. وعطوا له احدى الكينو بتطلع عشان تشوف اللي حصل، بتلاقي العربيه فعشان كده تخش تاني غرفتها من اول جديد. اشكي بقى بيكون مستخبي في جنبه حامد ربنا جدا اللي هي ما كشفتش امره. ولكن مره واحده بتشوفه بعين الدبانه بتاعتها وتقول انا عارف ان انت كنت هنا من الاول بس مستنيه لغايه ما اصحابي يمشوا عشان اعرفك لك على رواقه. ولكن عربيه مصاص الدماء بيهجم على البنت وبيكهربها وبتغمى عليها. وفي نفس الوقت ده كابني واكيرا بيخشوا للشركه بعد ما مصاص الدماء قال لهم خشوا دلوقتي. اشكي وهو في الطريق بيشوف احدى الكيمونو وعايزه تقتله. وفي تلك اللحظه الكيمونو كانت عايزه تقتل اشكي بتقوم من الغيبه بتاعتها وبتكون عايزه تقتله. وفي تلك اللحظه كابني بيكلم اشكي ويقول له انت عملت ايه مع البنت اللي معاك دي؟ انا دلوقتي لقيت بنت في الطريق ولكن هزمتها بسهوله. اكيد انت هزمت اللي معاك. وبيكون حرفيا كابني ماسك البنت ومجرجرها على الارض. اشكي بعدها بيقوم بيستخبى في جنب عشان ما تشوفهوش. بعدها اشكي بيمسكها بشبكه العنكبوت وبيعرف يثبتها. وفي تلك اللحظه كابني بيوصل عند اشكي. اول ما يشوف كابني على طول بيقوم يفز من مكانه عشان ما يوريش لكابني اللي هو اضعف منه. وفي نفس الوقت بتظهر بنت من العدم وبتقول للبنتين اللي اتمسكوا انتوا مجرد شويه حشرات ما عرفتوش حتى تزموا شويه اطفال. بعدها بتقول لهم دلوقتي خدوا بعضكم امشوا يا اما هقتلكم دلوقتي. ولكن ما فيش حد بيزحزح من مكانه. البنتين بعدها بيتكلموا الرئيسه بتاعتهم ويقولوا لها احنا اسفين جدا، الواد القصير ده اقوى واحد فيهم، فكيني وهساعدك في القتال. ولكن مره واحده تحول لكيمونو وتمص دماغتهم هما الاثنين. وبعدها بتروح لكابني وبقيه العيال عشان تقتلهم. اشكي بيستخدم عليها الشبكه ولكن هي بتعرف تتجنب الشبكه بتاعته. بعدها كيمونو تمسك كابني وبتحاول تقتله وفعلا بتعرف تاذيه جامد وبتغز النب بتاعها في جسمه. هو بيحاول يحرر نفسه لكن مش عارف. اشكي في نفس الوقت ده بيروح يهجم عليها ولكن هي بتديله ضربه بتجيب الارض. كابني بيكون واقف مصدوم، بيعرف مدى ضعفه قدامها ومش عارف يحمي حتى اصدقائه، ويعرف مدى ضعفه الحقيقي ويقول ازاي انا مصادف باقوى الشياطين ومن اقوى الكائنات على الارض ومع ذلك لسه ضعيف لغايه دلوقتي. في نفس الوقت ده مصاص الدماء بيكلمه ويقول له عشان تستعمل الطاقه بتاعتك البشريه عايزك تستعمل الطاقه الشيطانيه اللي جواك، حس بالطاقه واستعملها. وفعلا كابني بيركز مع نفسه شويه وبيعرف يستعمل الطاقه بتاعته وبيعرف يحرر نفسه في ثانيه واحده وبيقطع ايديها الاثنين. البنت بتكون نايمه على الارض ومرعوبه من قوته. كابني بيقرب منها عشان يقتلها ولكن مره واحده نجمه بيكلمه ويقول له خلاص ما تقتلهاش، ان هي اللي طلبه مني المهمه دي مع اننا في مشاكل دلوقتي بس احنا متشاركين في العمل. فدي
دي مهمتها، هي هتتخلص منهم كلهم. عايزك تروح ما تقتلش حد، ما تلوثش ايديك. مصاص دماء في الاخر يقول انت بتعمل ايه، مع اني طلعت من مكان من الاحترام، مع ذلك خربت خطتي كلها. وفي نفس الوقت بيدخل مساعد اناري الجديد وبيولع في الكيمونو. المساعد بتاع اناري بعدها بيقرب من كابني وبيقول له كام كلمه، يقول انا عايزك تحذر من السيده اناري، هي عايزه تستغلك وتاخد منك الحجر بالعافيه، حجر الحياه اللي معاك، بس انا عايزك ما تقعش في الالعاب بتاعتها، عايز تستغلك وتاخده باحترام منك، بس مش عايزك تعمل كده عشان السيده اناري عمر ما تعرف تاخد منك الحجر بالعافيه، عشان لو خدته قوتك الشياطين هتطلع من جسمك وهتعرف تقتلها بسهوله. فدي خطتها الحقيقيه دلوقتي اللي هتاخده بكل احترام وتحاول تقنعك. كامل يقول له تدي المعلومات دي ليه؟ هو يقول عشان بكره السيده اناري، انا بشتغل عندها حاليا ولكن انا بكرهها، هي بتعتبر ان هي مقرة عبد، فعشان كده انا بكرهها. كابني بعدها بياخد اصدقائه بيروح للمنزل بتاعهم. اكيد اول ما يقابل مصاص دماء بيفضل يزعق له، ونجم برضه بيفضل يزعق له. مصاص دماء يقول لهم اهدوا شويه، بس المهم من ده كله ان انتوا دلوقتي بقيتوا اقوى من الاول بكتير، ونجم ذات نفسه ما عارفش ان انتوا اقوى للدرجه دي. بعدها كامل واكيرا بياخدوا بعضهم يدخلوا يناموا. مصاص دماء بعدها يخش غرفتهم من اول جديد، ولكن قبل ما يمشي بيبتسم لأونيجامي ويقول له ما عدتش مهتم للحياه دي، فانت عايز تقتلني اقتلني، انا قوي جدا مع ذلك ما عنديش مانع، انت عارف ازاي بتقتل مصاص الدماء، فلو عاوز تقتلني اقتلني. كابني بعدها بيوم بالظبط بيفتكر نسبه كبيره جدا اللي هو بعد الثعلبه اللي هو هيقابلها، ولكن هو نسى، فبيروح المكان اللي المفروض يقابلها فيها وبيلاقيها قاعده هناك وحزينه جدا. تقول له انت اتاخرت ليه؟ هو اللي انا نسيتك. فالبنت بتزعل اكتر ما هي زعلانه اصلا، وتقول له كان معايا سمكتين ولكن حمض في الاخر، كنت مستنيك بقالي كتير. كابني بعدها بيعتذر لها جدا، يقول لها رحت المهمه جديده ونسيتك، انا اسف جدا. في نفس الوقت ده اهو اشكي بيطلب من انوجامي اللي هو يدور على امه وابوه. انوجامي بيستغرب جدا ويقول له ايه السبب يعني؟ اشكي يقول له مفيش سبب معين، بس انا عايز اشوفهم. وفعلا بعد ما يمر اليوم بيتجهوا على رحله البحث، وبيكونوا متجهين لاحدى الغابات عشان يحققوا فيها، وكان الغابه دي كان عايش فيها قبل ما يشتغل مع انوجامي. وفي الاخر فعلا بيوصلوا عند منطقه الغابه، ولكن قبل ما يدخلوا الغابه ذات نفسها بيقرروا انهم يشتروا شويه حاجات قبل ما يدخلوا. فعلا بيعدوا على احدى المحلات وبيشتروا كام حاجه. اشكو واقف مع نفسه بيلاقي في بنت صغيره واقفه قدامه، والبنت دي بتبص له بصه غريبه وبعدها تطلع تجري. وفعلا بيشتروا الحاجات اللي هم عايزينها وبيستنوا انوجامي عشان انوجامي كان بيبحث عن عم اشكي. وفعلا بيلاقيه وبيعدي على اشكي من اول جديد عشان يقول له. اشكي بعد ما يعرف بيقول لهم تعالوا نقعد في جنب، وفعلا كلهم بيقعدوا في جنب عشان يعرفوا قصه حياه اشكي من الاول. عمه كان لسه هيبدا يحكي القصه، ولكن كل اصدقائه بيطلعوا بره احتراما ليه عشان ما يعرفوش الخصوصيه بتاعته. وفعلا هما بيتكلموا مع بعض، يقول له اشكي انت زي ما انت عارف امك مش بشريه، امك كيبون كامل وابوك بشري عادي، اما انت كنت لسه صغيره قبل ما تتولد، حتى كان ابوك اصلا كان مات وامك كانت لسه حامل فيك، اما امك ماتت وهي عندها 5 سنوات، وانت هربت من كتر الصدمه اول ما عرفت ان مامتك ماتت. وقول له انا اسف جدا، انا السبب في ده كله، من سبب الصدمه والخوف هربت مني، عشان من اهمالي شفت امك وهي ميته قدامك، فسامحني يا اشكي. اشكي من كتر الصدمه ما بيتكلمش معاه ولا كلمه، وبعدين بياخد بعضه ويطلع بره وبيكلم كابني يقول لهم يلا نمشي من هنا، عرفت كل حاجه، مش مهم تعرفوا اللي حصل، تعالوا نروح للبيت. كابني بيستغرب من اشكي جدا اللي هو عمال يبتسم وفرحان، يعرف اللي هو بيمثل ولكن ما بيعرفش يتكلم معاه ولا كلمه. انه جنبي بعدها بيسال اشكي سؤال، يقول له هو فين عمك دلوقتي؟ هو يقول له سبته ومشيت وزمان عمال يعيط دلوقتي. انه جنبي بيشكره ويقول له ماشي، خد بعضك انت واصدقائك واستمتعوا شويه، انا هتكلم مع عمك كلمتين كده. انه جنبي شكله شاكك في قصه عم اشكي وحاسس القصه دي مخرفه، فعشان كده شكله هيحقق في الموضوع ده بنفسه. وفعلا هو بياخد بعضه ويبدا يحقق هو بنفسه. امال بقى كابني واصدقائه بياخدوا بعضهم يستحموا شويه في الينبوع الساخن، وهم عاملين يستحموا يدخل عليهم مساعد اناري يقول لهم عاملين ايه، جاي اقعد معاكم شويه. هو اول ما يخش عليهم بياخدوا بعضهم كلهم بيطلعوا بره، ولكن هو بيطلع بره بيقعد معاهم برضه. كابني بعدها بيسال الثعلب سؤال، يقول له اللي جايبك هنا؟ يقول له اناري هي اللي طلبت مني اتجسس عليك. واشكي في نفس الوقت ده بيكون واقف مع نفسه وعمال يتفرج على شجره قدامه. كابني بعدها بيروح له ويقول له انت بتتفرج على ايه بالظبط؟ هو يرد عليه يقول له انا حاسس شفت الشجره دي قبل كده. وفجاه مره واحده اشكي بيطلع يجري بطريقه هستيريا. كابني بيجري وراه بيكون مستغرب. اشكي بقى وعمال يجري بيفضل يتكلم مع نفسه ويقول له امي ما ماتتش اصلا، عمي فضل يكذب عليا طول المده دي. ومره واحده بيرجع فلاش باك ويفتكر ذكرياته القديمه، بيفتكر نفسه لما كان بيجري ويلعب وداخل على البيت اللي امه كانت عايشه فيه، ولكن لما دخل لقى امه عماله تتعذب وكان عمال يطلع من جسمها كائنات مرعبه، وكان عمه عمال يعذب فيها طول الوقت ده كله. اشكي بعدها بيوصل عند الغرفه اللي امه كانت بتتعذب فيها، ولكن ما بيلاقيش امه خالص. هو بيقتنع خلاص اللي هي ماتت، عمه اللي قتلها. الثعلب في نفس الوقت ده بيمسك احدى الحقن ويقول دي حقن التلقيح، اكيد عشان هي كيمونو عنكبوت فكان عايز يستخلص منها الشبكه الذهبيه، ولكن بيقول لنفسه عمر ما كيمونو 100% يعمل كده اصلا، ده عايز كيمونو نوكي جدا وعنده قوه جبار عشان يجيب خط الذهبي. الثعلب في نفس الوقت ده بيفتكر احدى القضايا القديمه، بيفتكر السيده اناري لما كانت بتحقق في احدى القضايا اللي هو بيع الخط الذهبي، والخط الذهبي ده لو عندك جرح كبير جدا ممكن
يخيطه ويبقى جزء من جسمك ويتشافى في ثانيه واحده، يعني حاجه شبه الخلود كده بالظبط. وكانت سيدنا انري كانت بتحقق وراه عشان توقف البيع بتاعه، عشان كانت خايفه ان الخطه يتشهر جدا وتشهر مع الكيمونو ويحصل حرب شبه ما حصل من 1000 سنه، فحاولت توقف الموضوع ده. شكل الراجل اللي كان بيعمل التجارب هو اللي بيبيع الحاجات دي بقى. اشكي في نفس الوقت ده بيكون سامع الكلام ده كله ويقول الكلام ده كله صحيح. يقول لنفسه اول ما دخلت عند عمي ولقيته عمال يعذب في مامتي وظهر من ورايا فجاه واداني خبطه في دماغي. واشكي الصغير كان بيسال عمه ويقول له انت كنت بتعذب امي ولا ايه؟ هو يقول له لا طبعا، كانت تعبانه جدا ما بشفيها لك، استريح بس وكام يوم وهتتشفي. اشكي بعدها بيقرر له هيقتل عمه. كابن يقول له انا معاك. اشكي بتخض منه، انت بتقول ايه؟ انا بحسبك هتوقفنا ولا اي حاجه. ولكن كابن اصلا ما عندوش مشاعر ولا اي حاجه. يقول له مش فاهم قصدك بالظبط، بس المفروض تقتله، هو عذبك وعذب مامتك كمان. اشكي فانا بيقتنع بكلامه وبيقرر هو يقتل عمه. وفي تلك الاثناء النجامي بيكون مع عم اشكي وبيكونوا عمال يتمشوا مع بعض في الغابه. النجامي بيكون عمال يتكلم معاه ويقول له ما تعرفش حاجه عن الخيط الذهبي ولا ايه؟ عم اشكي بيقف للحظات وبيعرف كل حاجه، بيعرف ان خطته اصلا اتكشفت من زمان. النجامي بعدها يساله سؤال، يقول له انت عمال تعمل ده كله بس عشان خاطر العنكبوت ولا ايه؟ يقول له ايوه فعلا عملت ده كله عشان خاطر العنكبوت والشهره والمال، ولكن ما كنتش لوحدي. ام اشكي ذات نفسها كانت موافقه على الخطه بتاعتي. بعد ما اخويا بات كنا فقراء جدا، فطلبت منها ان ناخد الخيط الذهبي ونبيعه وهي وافقت فعلا. وفعلا بدانا التجارب، ولكن عرفت ان ما عندهاش خيط العنكبوت، ولكن لو خلفت طفل ممكن يكون عنده الخيط. وفعلا في الاخر خلينا نخلف واحده وبتنتج الخيط الذهبي. الموضوع كان متعب جدا، ولكن دلوقتي انا مبسوط جدا. وبيم يقف على رجليه ويفضل يضحك ضحكه الانتصار بتاعته، والتعب سنين ده كله ما راحش على الفاضي. دلوقتي بقى معايا الخيط الذهبي واقدر اعمل بيه اي حاجه، اقتلني مع ذلك هشفي نفسي بخيط العنكبوت. النجم يقول له مش فارقه معايا الكلام ده كله. بعدها بيطلع التليفون بتاعه وبيكون بيتصل باشكي اصلا، واشكي بيكون سامع الكلام ده كله. يقول له انت هتعمل ايه دلوقتي بقى اشكي؟ اشكي في تلك اللحظه بيهجم على عمه وبيعلقه في الشجره، وفي تلك اللحظه بيجي عليهم احدى العناكب وبتهجم على اكيرا. النجم على طول بيتدخل وبيتصاب هو بدلها، وبعدها بيظهر مئات العناكب التانيين. عم اشكي بعدها بيتكلم ويرته ما اتكلم اصلا، وبيدي الصدمه الكبرى لكل الجميع ويقول له ده كله اخواتك، ده كله من لحمك ودمك يا اشكي، ده كله تجارب فاشله عشان تطلع خيط العنكبوت منهم، ولكن في الاخر طلعنا خيط العنكبوت من واحده بس. فده ملهوش لازمه عندي، خليهم يقتلوك دلوقتي، لا اما بقى قتل اخواتك انت بنفسك. وفي نفس الوقت ده كل العناكب بتتكلم وتقول احنا بنحبك يا اشكي، تعال انضم للعيله بتاعتنا. اشكي بيرجع لذكرياته القديمه وقاعد مع امه وبيقع على الارض يفضل يعيط، ما بيعرفش يعمل اي حاجه. بعدها بيقول لكابن عايزك تقتلهم كلهم ما ترحمش اي حد. كابن اول ما يسمع الكلام ده كله بيتحول لهيئته الشيطانيه، وفعلا بعدها يفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني. عم اشكي له انت بتقتل اخواته ولا ايه؟ يقول له خلاص انت مالكش دعوه، انا جاي لك دلوقتي حالا اهو. عم اشكي يقول له ماشي، لو كده لازم استدعي الكبير بتاعكم بقى. بعدها هو بيستدعي عنكبوت كبير جدا وبيخليه يقتل كابني. العنكبوت الكبير بيهجم عليه ولكن الهجمه ما بتجيش فيه. اشكي بقى بيجري على جسمه وبيدير ضربه في عينيه، وفي نفس الوقت ده الثعلب بيتدخل ويفضل يولع برضك في العناكب التانيه. وبيكون في تلك الاثناء النجومي مصاب جدا، وبيكون من سبب الاصابه بتاعته من سبب احدى العناكب وخلت ايده تبقى مسمومه، فعشان كده بيروح لاحدى الانهار وبيشفي ايديه. وفعلا اول ما يحط ايده في النهر بيتشفي على طول. وبتكون البنت الطفله الغريبه بتكون قاعده جنبهم وتقول شكل النهر ده مختلف. النجومي بعدها بيسال الطفله يقول لها انت مين؟ الطفله تقول مش مهم دلوقتي، خلي اشكي ما يقتلش عمه دلوقتي، اقتله بعد ما اساله سؤال بس. هو يقول لها ماشي. تعال نرجع بقى لكابن نقراه جديد. بيكون كابن خلص على كل العناكب وداخل على عم اشكي وخلاص ماسكه من رقبته دلوقتي هيقتله، ولكن بيمسكه من رقبته ويرميه قدام اشكي ويقول له مش هقتله انا، اقتله بقى انت يا اشكي. بعدها بيقوم يفضل يفكر مع نفسه شويه، وبعدها بيقول لعمه مش هقتلك، انت كده كده لو قتلتك مش هستفاد منك باي حاجه. وفي تلك اللحظه بتدخل البنت الصغيره. عم اشكي كل ما يشوفها يقول انت بتعملي هنا، خدي بعضك وامشي على طول. هي تقول مش هسمع كلامك. عم اشكي يرد عليها ويقول لها ماشي هقتلها لك ومش هقول لك على مكانها. النجم بعدها بيعرف ان عم اشكي مخبي حاجه بعيد عن الطفله دي ومش عايز يعرفها مكانها، فعشان كده بيتصل بمؤسسه الدماء اللي هو اسمه ميهاي وبيساله سؤال. يقول له عم اشكي عايزك تبحث ورا ماضيه كله وعايزك تقول لي هو مخبي حاجاته فين. هو يقول له ماشي. مخبي حاجاته في بيت اخوه وعند نهر جنجيكو. البنت اول ما تسمع النهر ده على طول بتاخد بعضها وتطلع تجري. اشكي في تلك اللحظه بيستوعب كل حاجه. يقول النهر ان هناك بنتك احدى الزهور اللي امه بتحبها، يمكن مخبي جثه امي هناك ولا ايه. فبيجري ورا البنت الصغيره دي وفي الاخر بيلحقه وبيمسك ايديها ولا انت هتنزل النهر ولا ايه؟ انت هتموتي كده، انا هنزل اجيب اللي انت عايزه تدوري عليه. واول ما ينزل بيصدم اللي هي امه اصلا، ما كانش يتوقع انها تكون امه، وفعلا بياخدها وبيطلع بيها على طول. البنت بعدها لما تشوف امها تفضل تبكي، وبعدها بتعترف لاشكي اللي هي الخيط الذهبي وكمان هي اخته الصغيره. وفي تلك اللحظه جميع اصدقائه بيجوا. اشكي بعدها بيروح لعمه وبيديله بوكس بيجيبوا الارض. اشكي بعدها بيشيل امه وبيطلب من النجم اللي هو يشفيها. النجم بعدها يقول له ماشي تعالى معانا خلي واحده تشفي امك. وفعلا بيوصلوا عند احدى البيوت الغريبه وبتكون دي مستشفى سريه للكيمونو، وبتبدا الدكتور تشوف صحه ام اشكي. اشكي بعدها يطلب من النجم اللي هو ياخد بعضه ويمشي دلوقتي، يقول انا هقعد اسبوع مع نفسي شويه لغايه اما امي تفوق. هو يقول له ماشي.
وفعلا هو بياخد بعضه ويمشي مع كابني واكيرا وبيرجعوا المقر بتاعهم. اشكي بعدها بيقعد معاهم في جنب، وبعدها اخته الصغيره بتدخل عليه وتقول له عايزك تقتلني. شايف كل العناكب اللي اتقتلوا من شويه انا ما اختلفش عنهم باي حاجه. هو يقول لها لا، انت بتحب امك اكتر من اي حد زي بالظبط، فعشان كده تستحق ان انت تعيشي. وعمال يتكلموا مع بعض وامه فعلا بتفوق، واول ما تشوفهم بتتصدم عشان كانت في غيبوبه بقالها اكتر من 5 سنين، وعلى طول بتقوم بتحضنهم. ده هنرجع لكابني بعد اسبوع بالظبط. كابني بيكون قاعد مع نفسه وحش صديقه جدا، وبعدها بشويه بيلاقي اشكي داخل عليه يقول له انت ما عادش مع امك ليه؟ هو يقول له كنت مستنيه بس تشفى، فالحمد لله شفت فعشان كده اقعد معاكم. بس للاسف اخته الصغيره هتشتغل معانا من اول دلوقتي. اخت اشكي بعدها تقرب من كابني وتعترف بحبها ليه، تقول له بجد كنت احسن من اي حد واقوى من اي حد هنا، حتى انا انت كنت اقوى منه، قتلت كل الناس بكل فخامه، انت بقى مرتبط ولا ايه؟ راجل تتجوزني. اشكي بقى بيغمى عليه من كتر الصدمه، وفي نفس الوقت مساعده اناري السابقه بتدخل على اشكي وتقول تعالى نخرج شويه مع بعض، ولكن لما تشوف البنت ماسكه في اشكي بتعصب منها جامد وبتقول للبنت سيبيه، وشكل الثعلبه بتحبه هي كمان. وهم واقفين بيكون التلفزيون شغال على محطه اخبار، وبيكون المذيع عمال يتكلم عن حوادث غريبه مرعبه جدا. شويه نساء مره واحده حته من جسمهم اتشال. اللي جاي بعدها بيطلب من الكابتن اللي هو يحقق في المهمه دي وياخد معاه اخت اشكي، وفعلا هو بيوافق وبياخد اخت اشكي معاه. والبنت دي بقى اسمها ايه بتكون ماسكه فيه وفرحانه جدا، والثعلبه بتكون ماشيه وراهم متضايقه منها جامد. وهم ماشيين عشان يوصلوا عند المكان اللي بيحصل فيه الحوادث، الثعلبه بتفضل تسبقهم عشان متضايقه من اشكي جامد. اشكي بيقول لها اهدي يا معلمه شويه، لازم نمشي مع بعض ونعمل خطه. هي تقول له خلاص مش عايز اسمع منك ولا كلمه. هو انا اسف جدا مش هكررها تاني، وبعدها بياخد بعضه ويتجاهلها وبيمشي. البنت بتزعل جامد وبتتضايق اللي هو سامع كلامها بالمعنى الحرفي، وتفضل تزعق وتقول هو ليه بيكرهني يعني. ومره واحده بيظهر لها صوت من العدم وتقول لها انا هساعدك، وفي تلك اللحظه هي بتطير في السماء وتلاقي في حد عمال يشدها من شعرها. اشكي بيضرب الشخص اللي مختفي وفعلا بيتاثر وبيسيب البنت، وفي نفس الوقت دول الثعلبه بتجيلهم. وفي تلك اللحظه بتظهر البنت اللي بتعمل حوادث في النساء وبتاخد اجزاء جسمهم، وبيكون شكلها مرعب جدا. هي تفضل تعيط وتقول لهم انا اسفه جدا لازم اقتل البنت الصغيره دي، وبعدها بتشاور على الثعلبه وتقول هي اللي طلبت مني كده، هي تستفاد وانا هستفاد. هي بعدها تقول انت بتعملي كده ليه؟ الثعلبه بتعصب منها جامد تقول لها خلاص انت عايز تاخد اشكي ليك لوحدك، فعشان كده متضايقه منك جامد. وبعدها بتحول وشها لثعلب وبتهجم على ولكن اشكي بيحميها وبيتاثر هو. البنت بعدها بتتاسف لاشكي وبعدها تاخد بعضها وتطلع تجري. اشكي بعدها بيقول اللي هي تخلق لها جسد بخيط العنكبوت بتاعها، وفعلا بتخلق لها خيط عنكبوت في جسمها ويبقى عندها جسد بشري. كابني بعدها بيرجع للمقر بتاعه من اول جديد. اشكي بيكون واقف قدام الباب ومستني اخته الصغيره، ولكن بيلاقي صحتها تمام، واخته الصغيره تقول ما تخافش عليا، انا كده كابني معايا فعشان كده مش خايفه من اي حاجه. كابني بعدها على طول بيروح للثعلبه، واول ما يشوف الثعلبه بيلاقيها عماله تعيط. يقول لها مالك في ايه؟ تقول انا هجمت عليك وزي انت كنت بتكرهني. تقول له مش عارف اعمل ايه في نفسي بس. هي تقول انا عايزك تبقى ليا لوحدي بس، ده اللي انا عايزاه. هي تقول ازاي بقى اعمل كده؟ هو اللي ما اعرفش والله. في تلك الاثناء في العاصمه اللي هي طوكيو بيكون اتنين ماشيين في امان الله وبيخبط فيهم واحد. الواد بياخد خبطه منه يقع على الارض، فعلى طول بيقوموا يزعلوا انه انت شايف ولا ايه. بعدها بياخدوا الواد اللي خبطهم في جنب وبيطلبوا منه فلوس ويقولوا له هات فلوس واحنا هنسيبك في حالك. الواد ده ما بيردش عليهم ولكن بيطلع لهم ورقه يقول لهم شفت الواد ده قبل كده ولا لا؟ فقال لا هات بقى فلوسك. التاني بيتكلم بقى ويقول له ماشي. بعدين لمس جسمه وبيتلجوا تماما، وبيفتكر ذكرياته القديمه لما كان معاه اخوه الصغير وطلع اخوه الصغير هو اكيرا، وبيفتكر ذكرياته وهو معاه وبيقول لازم نهرب من القريه بتاعتنا دي. وفعلا هم بيهربوا هما الاثنين، ولكن بيظهر لهم وليه قدامهم وهي على طول بتمسكهم وتدخلهم السجن وتقول لهم لو هربتوا القريه كلها هتهلك. وطلعت البنت دي تسجنهم عشان ما يطلعوش يهربوا، عشان هم اخر راجلين في القريه، والقريه دي ليها نظام عيش معين اللي الطفل الصغير بيجي كل 100 سنه، وهم دلوقتي اللي جم يعني لو مشوا القريه كلها هتهلك، فعشان كده بيحبسوهم. واخوه كده بيفتكر اللي واقف قدام ابوه، وابوه بيكون مسجون عشان خلاص هو عمل اللي عليه، اتجوز كل فتيات القريه وخلف ولدين 2، فعشان كده اتسجن وملهوش لازمه في القريه. فهو من كتر حب لاخوه مرضاش يتعمل له كده، فقال لهم يهربوا ما يحصل لهمش حاجه من دي. ودي تبقى قصه اكيرا. اكيرا ذات نفسه بقى بيكمل رحله البحث عن اخوه الصغير. تعالى نرجع لكامل من اول جديد. ان جنبي بيكون واقف قدام كامل وبقيه العيال ويطلب منهم طلب، يكون رمل في الكيس ده والكيس ده مليان رمل برضه، فمن السبب اللي هو موت على الرمل فعرفناش ان احنا نفرقوا عن بعض، بس انا عايزكم تفرقوه، ودي احدى الطلبات اللي جات لي فعشان كده ما ينفعش تغضى عنها. اشكي بيزعق وانت بتهزر ولا ايه؟ هنفصص رمل عن رمل يعني ولا ايه؟ هو يقول له ايوه هتقدر عليها، وبعدها بياخد بعضه ويمشي. واول ما يمشي ونجمي ما بيعملوش اي حاجه، على طول بيعملوا اكل وبياكلوا. اكيد هي بتعمل اكل، وطبعا عشان اكيرا عملت الاكل فلازم يكون الاكل طلع معفن. وبعدها على طول بيجي لهم احدى المهمات اللي هم يجيبوا احدى القطط، ولكن القطط من سبب اكيرا بتهرب، وبرضه بيعملوا اكل لتاني مره وبرضه اكيرا بتبوظ الدنيا.
اشكي بعدها يفضل يزعله ويقول له انت مالك يا ابني، انت طول اليوم عمال تبوظ حياتنا وعمال تبوظ خطتنا كلها. هو بيزعل من كلام اشكي فعشان كده بياخد بعضه ويمشي من البيت ده. وهو ماشي في الطريق بيكلم الدبدوب بتاعه على كأنه اخوه وبيقول له مش لاقيك لغايه دلوقتي ولا انت عارف تلاقيني، شكله دي هتكون النهايه للابد. ولكن مره واحده بيلاقي اخوه الكبير فعلا. اخو اخير الكبير اول ما يشوفه بيكون فرحان جدا ولكن ما بيبانش على وجهه ابدا بسبب العذاب اللي اتعذبه من صغره. بعدها اخو اخير الكبير اللي هو اسمه يو بياخد اجله وبياخدوا بعضهم يمشوا، وفي الاخر بيوصلوا في نص الليل عند مكان فاضي. فعشان كده بيسال اخوه الصغير سؤال، يقول له انت عايز البيت اللي ابنه لك يكون عامل ازاي؟ هو بيقول له انا عايز قصر كبير ويكون نظيف قوي. هو يقول له ماشي، وفعلا بيبني له القصر اللي هو نفسه فيه. وبيكون اخوه الكبير معاه نفس القوه الترجيه اللي معاه ويمكن اقوى منه بكتير جدا. اكيد اول ما يدخل البيت بيكون فرحان جدا فعشان كده بيطلع التليفون بتاعه وبيبدا يتصور، ولكن اخوه الكبير بيمسك التليفون يكسره ويقول له احنا هنبعد عن العالم الخارجي، فكك من اي حاجه تشتتك عن الحياه. بعدها يو بياخد بعضه وينزل من القصر ده عشان يجيب سرير وعفش، ولكن بعد ما بينزل بيقفل عليه الباب عشان اكيد ذات نفسه ما يهربش. تعال نرجع لكابن ننقله جديد. كابن بيكون واقف مع اشكي وبيقول المواعين ما نضفتش لغايه دلوقتي ليه؟ اشكي يقول له عشان اكيلا مشى، هو اللي كان بينضف المواعين على طول. كابن في تلك اللحظه افتكر الاكيلا اصلا سابه ومشى، فعشان كده بيقول له اشكي تعال ندور عليه، ولكن اشكي بيتجاهله ويقول له لا هيكون مضيعه للوقت والكلام ده كله، خلينا احنا فيه. تعالى بقى نرجع لانه جامي من قاله جديد. بيكون قاعد على اللابتوب بتاعه وبيتصفح الاخبار وبيلاقي احد الاخبار اللي فيه قصر ترجي عملاق جه من العدم. انه جامي على طول بياخد اشكي وكابني وبيروح للمكان ده عشان هو عارفين ان هو من صنع اكيرا، هو الوحيد يعرف ينتج تلج. بس ايه السبب اللي ينتج تلج قوي جدا للدرجه دي؟ ده تفك القوه بتاعته اصلا. ومره واحده وهم واقفين قدام القصر بيظهر يو قدامهم وبيرفع ايديه ويقول لهم خدوا بعضكم امشوا دلوقتي يا اما هتموتوا كلكم دلوقتي. على طول كل الحاضرين بياخدوا بعضهم يطلعوا يجروا، ولكن الجامي واقف بيلاحظ حاجه غريبه، بيلاقي حاجه العدو مرزوق في صدره وشكل ده اللي مديله القوه الجباره دي كلها. اشكي بيسال الجامي يقول له الحجر ده ايه؟ هو يقول الحجر ده قوي جدا هيمته بجوه جباره جدا يمكن دلوقتي ممكن نموت. الجامي اول ما يشوف الحجر ده بيعرف ان هو من القريه الثلجيه اللي بيظهر رجاله هناك كل 100 سنه. يقول له انت شكلك هارب من القريه دي، انت عملت حاجه في القريه ولا ايه؟ هو يقول له ايوه قتلتهم كلهم. الجامي بعدها يقول له انت اخوك كده ولا لا؟ يو اول ما يسمع الكلمه دي بينشر التلج بتاعه في كل حته، يقول انت عارف اكيرا منين؟ ولكن الجامي ما بيردش عليه. تعال نرجع لاكيرا من قاله جديد. اكيرا بيكون قاعد مع نفسه مره واحده البوابه بتتفتح عليه واخوه الكبير بيعدي عليه يقول له تعالى معايا دلوقتي جبت لك تحفه فنيه. واول ما ينزل بيلاقي كل اصدقائه متلجين. الجامي فعلا ما كانش بيهزر، دلوقتي شكلهم هيموتوا دلوقتي من كتر السقعه. اكيرا بيكون مصدوم جدا لدرجه ان هو كان عايز يعيط. اكيرا بعدها بيقع على الارض ويفضل يعيط ويفضل يكح من كتر الصدمه. يو بعدها يقرب منه يقول له مالك في ايه؟ هو يقول له تعبان شويه. هو يقول له ماشي هروح اجيب لك واجي لك تاني. اكيد بعدين بينتهز الفرصه وبيقرر انه يحررهم، ولكن ما بيعرفش يعمل اي حاجه ويفضل يحاول لمده ساعه كامله لغايه ما اخوه يجي. اكيد بعدين يطلب من اخوه كمان طلب، يقول له هات لي شويه ملح عايز استحمى بالملح. اخوه الكبير يقول له ماشي هروح اجيب لك دلوقتي. وفي تلك اللحظه النار بتظهر، وطبعا عشان حجر العدم ظهر فاكيد هتظهر شبه الكلاب. يو بعد ما يمشي كابني على طول بيحرر نفسه، بيكسر نفسه النصين وبيحرر نفسه فعلا. كابني بعدين بيسال اكيرا سؤال، يقول له احنا هنعمل في اخوك دلوقتي ايه؟ هنقتله بصفه العدو ولا هنسيبه عايش بصفه اخوك؟ اكيرا بيحضر مع نفسه شويه وبعدها هو بيشتم كابني ويقول له شكرا جدا انت وصلتني للمرحله دي، انتوا كلكم بالنسبه لي اصلا عباره عن وسيله توصيل، انتوا توصلوني لاخويا وانا اصلا بحبش ولا واحد فيكم. كابني بعدها بيحط ايده على كتفه ويقول انت بتقول ايه؟ اكيرا بيقول له ما تلمسنيش. وفي تلك اللحظه يو بيظهر فعطول بيهجم على كابني عشان هو اتحرر، ولكن اكيرا بيوقفه ويقول له لا خلاص احنا نمشي من هنا، انا ما عدتش بطيء ولا واحد فيهم. اكيرا بعدها بتاخد كاس الملح من اخوها وبترمي الكابني عشان يحرر اصدقائه، وهي بعدها بتاخد بعضها وتمشي، ولكن قبل ما يمشي يفضل يعيط وفي الاخر بيودع اصدقائه وبيمشي فعلا. وطلعت دي كلها خطه منه اصلا، اللي هو يمثل التمثيليه دي كلها عشان يعرف يحمي اخوه وفي نفس الوقت يحمي اصدقائه ويبيع الحريه بتاعته لاخوه. كابني بعدها بيرش اكياس الملح على اصدقائه، وفي تلك اللحظه النار بتظهر من العدم. كابني على طول بيرجع لورا ويقول انت عايزه ايه؟ هي تقول ما تخافش مش هاخد منك الحجر بتاعك، انا جاي عشان حجر العدم اللي مع الواد ده، فاحنا دلوقتي متعاونين مع بعض. تاني نرجع لاكيرا ويو من قاله جديد. بيكون يو ماشي مع اخوه وبيكون عمال يسترجع سيجارته القديمه ويقول دلوقتي الحمد لله انقذت اخويا وهيعيش معايا للابد. وفتكر ايام ما كانش عارف يحميه واما كان صغير جدا، اما هما الاتنين اتولدوا ودول الولدين الوحيدين اللي كانوا في القريه، فكان واحد منهم هيكون الملك، ومن سبب قوه يو عينوا ان هو يكون الملك المستقبلي واللي هم هيقتلوا اخوه الصغير، ولكن يو ما وافقش. وهو بعدها راح لنساء القريه وعرض عليهم عرض اللي هو هيلبي كل حاجه بالنسبه لهم ولكن ما يقتلوش اخوه الصغير. زعمت النساء تقول له ما فيش الكلام ده يا حبيبي، انت هتعمل اللي احنا عايزينه بالظبط من غير اي كلام وهتبقى زعيم القريه، اخوك لازم يموت. هو يقول لها خلاص هموت نفسي بقى وارتاحوا. احدى بنات القريه بتقول للزعيم لو مات القريه دي كلها تنتهي، اكيد مش عارف يبني القريه من بعده ولا يعرف يتجوز النساء كلها اللي هنا ولا يعرف يعمل اي حاجه، القريه كلها تهلك. زعيمه القريه بعدها تقول له ماشي هنلبي طلباتك، تقول له خلاص هخليه يهرب من القريه دي ويعيش مع نفسه بره.
هو يقول لها ماشي كده حلو. وتاني ما على طول يقعد مع نفسه بيشوف اتنين نساء عمالين يتكلموا مع بعض، وبيلاقي النساء عمال يتكلموا على اخوه الصغير ويقولوا صعبان عليه الواد الصغير ده جدا عشان هو هيموت من كبر زعيمه القريه هتقتله وهو بيهرب من المكان. يقول لما يسمع الكلمه دي على طول بيروح لزعيمه القريه، ولكن يقول لما يروح عندها بيظهر له بنتين تانيين وبتمسكه وتقول انا بعتك فعلا نهرب اخوك، بس ما وعدتكش اللي هو هيكون عاش او ميت. زعيمه القريه بعدها تقول له زمان اخوك مات، فخد بعضك وامشي دلوقتي وكمل شغلك، واول ما توصل لسن 17 سنه هتبدا تتجوز نساء القريه وهتبقى الزعيم. وبعد ما يمشي من هنا على طول بيروح لحجر العدم اللي هو بتاع القريه دي اللي بتغذيه بالطاقه. هو بياخد الحجر العدم ده بقى ويفضل يقتل في القريه دي كلها بعد ما سامع خلاص اللي اخوه مات. ودي تبقى حكايه اكيرا كلها. تعال نرجع لكامن الو جديد. بيكون كامن قاعد مع اناري مستني انه جامي الترج بتاعه يسيح، ولكن مره واحده انه جامي بيتكلم، وبيكون الدميه بالتحديد اللي بتتكلم بتاخد الكلام من عقله وبتطلعه لكابني، والدميه دي بتاعت اكيرا وبرضك شكلها حتى الدميه دي عشان يساعدهم ان هم يتحرروا. المهم عليه انه جامي يقول له امشي دلوقتي يا كابني، اناري قاعده جنبك دلوقتي وهتساعدك. اناري اصلا عرفت بقوتك وعمرها ما تاخد منك ابدا الحجر، فدلوقتي في مصالح مشتركه، هي هتساعدك وانت هتساعدها لغايه ما تحرروا اكيرا. اناري بتقول له انت بتؤمر عليا ولا ايه؟ مش عشان انا الشركاء عمل ممكن اساعدك يعني، انا بطاقش اصلا. هو اللي لها معلش اشتغلي برضه. هي تقول له ماشي. تعال نرجع بقى ليوم من الو جديد. بيكون يو ساجن اخوه الصغير في سجن عشان ما يتأذاش باي حاجه، عشان بيقاتل المساعد بتاع اناري. بيكون مساعد اناري هجم عليه ونسخ نفسه كذا نسخه، ولكن يو بيهجم عليه بسحر التلج ويعرف يقتل كل النسخ بتاعته. الثعلب بعد ما يخسر كل النسخ بتاعته بيستخبى في جنب. هذا الثعلب بيظهر من الو جديد من العدم وبيلمس الحجر بتاع يو، ولكن اول ما يلمسه بيتكهرب جامد وعاطل هو بينسحب لورا. يو بعدها بيعرف اللي هو بيسعى ورا الحجر. بعدها يو بيهجم عليه بالتلج. الثعلب من كتر التعب بتاعه بيعرفش يحرك جسمه قوي، ولكن بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يهرب من المكان عشان يتفادى الضربه، ولكن حته الروب بتاعته بتكون بطيئه جدا فعشان كده بتتجه على التلج، ولكن كابن بيتدخل وبيحمي من التلج. الثعلب بعدها بيقول لكابن ما تقربش منه جامد، لو انت قربت منه جامد هتتلج تماما. كابن يقول له ما تخافش انا ما بتاثرش باي حاجه اصلا، بموتش اصلا. هو يقول له ماشي انا عندي خطه جامده جدا. بعدها مره واحده بيظهر كابن من العدم وبنلاقي كله جسمه عمال يشتعل، وبيكون الثعلب مولع في جسمه كله عشان هو اصلا جسمه بيستحمل اي حاجه وما بيموتش، يفضل يصرخ من الالم. مع ذلك هو بيدلج المكان كله ويبعده عن جسمه. بعدها بيستخدم قوه الحجر بتاعته الكامله، وطبعا اول ما بيستخدمه جسمه كله بيتلج. كابن مع ذلك بيهتمش للموضوع ده ويفضل يهجم عليه. الاثنين سرعتهم تفوق الخيال، والاثنين برضه بيستعملوا احجار ممكن تدمر الكوكب ده كله، ولكن يستعمل الحجر بتاعه صح هو اللي عارف يفوز. كابن بعدها بيقول للثعلب شدد النار عليا ما تخافش اموت. الثعلب بيقول له ماشي بس جسمك كله هيتلاشى، بس انت هترجع للحياه تاني. كابن يقول له ماشي مش مهتم، اعمل لي بس اللي انا بقول لك عليه. وفعلا بيفجر المكان من كتر النار وبيقرب منه وكل التلج كله بيسيح، وفي الاخر بيديه بوكس ورا التاني لغايه ما اتاثر جامد في جسمه. الثعلب بيقول له كمل على البوكس التالت كده هيخسر، وفعلا بيقرب منه عشان يديله البوكس الاخير ويموته، ولكن اكيرا بتتدخل وبتترجى كامل اللي هو يوقف قتال. تقول له كده اخويا هيموت. يو بعد مسك اكيرا ولا انت بتعمل ايه هنا؟ انت ممكن تموت هنا دلوقتي اهرب على طول. ولكن ايديو اللي ماسك بيها اكيرا بتبدا تتكسر حبه بحبه اكن التلج بيتكسر، وده الاثر الجانبي اللي استعمل بيه الحجر العدم. كابني ما بيتاثرش بالحاجات دي كلها طبعا عشان هو بيموتش، امال هو مش قوي جدا شبه كابني. كابني في نفس الوقت بيكون جوه شويه عظم حرفيا. اكيرا بعدها بيقرب من اخوه الكبير وبيلاقي جسمه خلاص كله اتكسر وفاضل بس اللي هو اتفتت لحتت، فعشان كده اكيرا بيسال الساعه ويقول له اللي حصل لاخويا. يقول له اخوك استعمل حجر العدم بكل قوته وجسمه اصلا ما استحملش القوه دي كلها، ومن اثر الساعه دي كلها جسمه هيتلاشى دلوقتي. اكيرا بعدها يفضل يعيط ويبدا يشيل حجر من جسمه، ولكن اول ما يمسك الحجر بيعرف مدى حب اخوه الكبير ليه، بيفتكر مدى المعاناه اللي اخوه الكبير عنها عشان يسيبه عايش ويشوف ابتسامته للابد. بيشوفه عمال يعيط دم اول ما سمع ان اخوه الصغير مات، وشاف هو قتل اهل القريه كلها انتقاما ليه، فعشان كده بيبدا يعيط اكتر. كمان في تلك اللحظه بيتدخل وبيساعده اللي هو يشيل الحجر برضه، ولكن كمان اول ما يقرب من الحجر بيطلع من جسمه غصب عنه وبيندمج مع حجر العدم وبيبقوا حجر واحد. واول ما يندمجوا مع بعض كل التلج اللي استعمل بقوه الحجر كله بينهار، وفي تلك اللحظه كلبه الاحجار بتظهر، وطبعا على طول بتمسك الحجر وعايزه تاخده وتمشي. ولكن في تلك اللحظه ان جامي بيتدخل ولا سيب الحجر يا حبيبتي، الحجر ده بتاع كابني. هي تقول ما عادش بتاع كابني دلوقتي اصلا، بقى بتاع كابني ويو، ودلوقتي متصلين ببعض، فانا هكون محايده واخد الحجرين مع بعض. اللي جاب بعدها يقول لها هتتعاقبي جامد، كابني ممكن يهيج ويقتلك انت ذات نفسك. بعدها تقول له ماشي. بعدها بترمي الحجر على الارض وبتاخد بعضها وتمشي، ولكن قبل ما تمشي تقول ان خطتي اصلا من الاول اللي انا كنت واخده عشان انا عارفه مسيرتي لو خدته بالعافيه في الاخر هموت شبه اللي حصل من الاف السنين. بعدها على طول ان جامي بياخد يو ويبدا يدخله في بيت في جنب ويبدا يخليه يتعافى، وفعلا بعد ما سرح عده ساعات يو بيفوق من قلبه جديد، واول لما يفوق بيلاقي كامل جنبه، ويو على طول بيفضل يتاسف له جامد ويقول له بجد شكرا ليك. بعدها هو بيقول لهم الماضي بتاعي هو اللي خلاني اقسى على اي حد، انا اسف جدا بس بجد ما عرفتش ان انتوا تحبوا اكل للدرجه دي، وعايز
عايزين ينتحموها زي بالظبط كده. انا كنت عايش في منطقه بيعذبوا اضعف واحد فيهم، فانا ما كنتش متعود على الطيابه دي كلها. النجم بعدها يساله سؤال، يقول له ازاي انت هربت من المكان اللي هناك؟ الهروب هيبقى صعب هناك. هو يقول له قتلتهم بكل بساطه، خدت الحجر بتاع القريه وقتلتهم كلهم. كابني بعدها بيسال يو سؤال، يقول انا ببحث عن ابويا والحجر ده بتاع ابويا، ما تعرفش الحجر ده منتمي لقريه معينه او اي حاجه؟ يمكن الاقي طرف لابويا حتى. هو يقول له والله ما اعرف بالظبط الحجر ده بتاع مين، وكمان اللي معاك ده حجر الحياه فاقوى من اي حجر، فما اعرفش بالظبط، وكمان الحجر ده غامض عن بقيه الاحجار. بس اللي اعرف اقوله لك ان الاحجار دي بتبقى موجوده عند الزعماء بس. يعني ابوك كان زعيم بلده كامله، او كان زعيم احدى الكيمنو اقوياء جدا، يعني شكل ابو كابني هو زعيم كل الشياطين. اشكي بعد يسال النجم سؤال، يقول له الاحجار دي مصنوعه ليه بالظبط؟ يقول لها مصنوعه عشان القوه، ومصنوعه من الحرب عشان توقف الحرب ذات نفسها. هو موضوع متناقض بس ده الحقيقه. يقولوا من الاف السنين حصل حرب بين الكيمنو والبشر، ومن سبب الحرب اتلوثت الميه وتلوثت كل حاجه، وكان كوكب كله كان هينقرض. ولكن الكيمنو عملوا خطه جديده عشان يعرفوا يتعايشوا عند البشر، اللي هم يعملوا جماعات، يعملوا 5 جماعات او 7 جماعات، وكل جماعه يقعدوا في منطقه معينه، وشويه انهم بس صغيرين اللي اختلطوا مع البشر، والباقي يقعد في الجماعات بتاعتهم. وخلوا الاحجار دي لكل جماعه، وده سبب الاحجار السحريه اللي يكون معاهم قوه جباره جدا تخليهم قاعدين في القريه بتاعتهم يمتصوا منها الطاقه ويعرفوا يعيشوا منها، وفي نفس الوقت ما يضطروش ان هم يمتصوا الطاقه من البشر ويختلطوا مع البشر. ولكن دلوقتي بعض الكونات بتحب تقعد مع البشر حبا ليهم بس. كان بعدها يقول له هتعمل ايه دلوقتي في الحجر؟ الحجر مختلط مع الحجر بتاعي. يو يقول له خده ليه، انت كده كده هتحول شيطان هايج لو خدته منك، وغصب عنك ممكن تغضب وتقتلني، فخلي معاه كده كده ملوش لازمه ليا. يمكن اصلا انت الوحيد في العالم ده كله تعرف تستعمل الاحجار دي عشان انت ما بتموتش ابدا. اكيد بعد اسال اخوي يقول له هتعمل ايه دلوقتي؟ يقول له مش بستحق الحياه، فانا اقبل الموت عن نفسي باي طريقه. انا كنت عايز اقتل كل اصدقائك، وترى ان هم بيحبوك جدا، يمكن بيحبوك اكتر من انا بحبك. اكيد بعدها يقرب منه ويديله بالقلم، ويفضل يعيط له يقول له لا انت من صغرك كنت بتفضل تحميني، بس انا من اول دلوقتي هبدا احميك انا كمان، وانا مش هخليك تعمل اي حاجه متهوره زي دي. ومساب الغضب بتاع اكيرا ويبدا يتلج المكان كله. يو بعدها بيتاسف لكابني، طبعا كابني بيقبل اسفه بكل سرور. وفي تلك الاثناء الثعلب بتاع اناري بيروح للثعلبه القديمه، يقول لها اناري لسه بتحبك لغايه دلوقتي وبترك يرجع للشغل، بس مقابل طلب واحد بس، ان انت تخدعي كابني وتاخدي الحجر بتاعه من غير اي عصبه ولا اي حاجه، وما تحاوليش تاخدي منه بالعافيه عشان ما يقتلكيش. وده الحاجه الوحيده اللي تخليكي ترجعي للشغل. هي لما بتسمع الكلام ده كله بتتصدم وبتحبط جدا، ولكن مع ذلك بتوافق بالمهمه دي عشان ترجع لاناري من اول جديد. وداني على طول اكيد بتاخد بعضها وتمشي للبيت، بتقول انه جامي وبقيت اصدقائها اللي هو هيخرج مع اخوه شويه ويرجع بعد كام يوم، وفاهم بياخد بعضه يمشي. ان جامي بعدها بيقول لي كابني هحقق الطلب بتاعك دلوقتي، انا هبدا ابحث عن امك وابوك دلوقتي. انه جامي بعدها بيطلب من اشكي اللي هو يجي معاهم. اشكي يقول له معلش مش هاجي معاكم. كابني بيرد عليه مش هتيجي معانا ليه؟ اشكي بعدها بيرد عليه وبيبتسم له ويقول له مش هتفرق، يعني اتمنى انت تلاقي امك وابوك وتلاقي السعاده بتاعتك زي ما جبت لي السعاده وانا ما جيت. وفعلا بعدها بياخدوا بعضهم ويمشوا وبيبداوا رحله البحث بتاعتهم. واول ما يطلعوا بره بتلاقي الثعلبه عماله تتجسس عليهم، وبعدها بتقرب منهم وتقول لهم هاجي معاكم في الرحله بتاعتكم. ان جامي يقول لها ان ري لقيت لك كده صح؟ هي تقول له لا طبعا، وبتكون هي متوتره جامد. ان جامي يقول لها مش فارقه تعالي يلا، كده كده مش هتكون خطر علينا اصلا. ودي تبقى نهايه الجزء الاول. بجد يمكن من اعظم الانميات اللي اتفرجت عليها لغايه دلوقتي، يعني مش لغايه دلوقتي بس من اعظم الانميات اللي اتفرجت عليها. فما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبس كده، سلام.